قبل ما نبدأ مسلسل النهاردة ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. في البداية بنشوف يورين طفل قاعد عند الشلال بيدوس على جهاز بيحكي حكايات، وبيعرف ان العالم بيتكون من 3 عشائر، وهم عشيرة البشر وعشيرة الوحوش وعشيرة الشياطين. وطول الوقت كان دايما في ود بين البشر والوحوش، اما الشياطين فكانوا اشرار وبيحاولوا يسيطروا على ال3 عشائر. فاتحد الامبراطور تاي مع الوحوش وكونوا جيش كبير اتحد ضد جيش الشياطين، بس للأسف الشياطين كانوا اقوياء ومات تاي، وبكده بقى موقف الشياطين أقوى وما بقاش فاضل للبشر غير الملكة تيان، واللي طمنتهم وقالت إنها لسه موجودة. وكملوا الحرب بقيادتهم واستخدام تعويذ الدوفو اللي قضت على كتير من الشياطين. فرح لها ملك الشياطين وهددها بإنه هيدمر التعويذة ووقتها كل جيشها هيموت، فالأحسن ليها إنها تنسحب. وكان رد الملك عليه إنها هجمته بضربات من نار وهو مسكتش، وقرر إنه ينفذ تهديده وبعت تنين هجم على المدينة وبقى يقتل الجنود، ومشي هو كمان وسطهم لحد ما قضى على كل الجنود الموجودين. لما حاولت الملكة انها تقاومهم اتجرحت جروح خطيرة، ولقت المربية ماسكة الامير ابنها فقربت منها علشان تاخده، وقالت ان الوحيد اللي هيقدر يكون التعويذة وينقذ العالم وهو ده قدره. وراحت بيه عند مكان التعويذة وهي عمالة تعيط، وحطته في الجسر اللي بين عالم البشر والشياطين. ومن ناحية تانية اعلنت ملكة الوحوش نفسها امبراطورة مدينة شيندو، ولما رئيس مدرسة جوجياو اعترض أعلنت خيانته للبلاد وعدمته هو وحراسه وقفلت الأكاديمية للأبد. وحس يورين إن الوقت اتأخر فقفل الكتاب وأخذ صديقه تشانج علشان يرجعوا للبيت، وهم في الطريق هجم عليهم ذئب الريح وده ملك الغابة، فخافوا واترعبوا. وحاول تشانج إنه يقرب منه علشان يحاول يحسسه إنه صديقه، لكن مرة واحدة الأرض اتهزت بيهم فبعد الذئب وخاف. وطلع المعلم هو اللي عمل كده وأخد تشانج عالج الجروح اللي في ايده، وقال له نفهمه قبل كده انه مش لازم يتجرح ولا ينزف، او انه لازم يحافظ على دمه لان فيه قوة النجم، ودي قوة سحرية بتدي قوة لاي حاجة تلمسها، بس هو هيفقد التوازن وهيموت بسرعة. وطلب منه يخلي المعلومة دي سر بينهم علشان ما حدش يستغله، لان العالم مليان بالاشرار اللي ممكن يستغلوه. وطلب منه المعلم هو ويورين يروحوا يجمعوا النباتات، وهم بيعملوا كده لقوا شخص شايل بنت صغيرة وبيهرب عدد كبير من الشياطين اللي عايزين يأذوه هو وبنته، فساعدوا تشانج ويورين بأداة سحرية معاه. وجه المعلم وقضى على كل الشياطين واخد الشخص والبنت اللي معاه على بيته، وعرف ان البنت اسمها يورونج وهي العنقاء، وتعبت لان جسمها ضعيف وما قدرتش تسيطر على القوة اللي جواها. فقال له المعلم انه هيعمل لها علاج مخصوص، وخرج الكل معاه ما عدا تشانج اللي جرح نفسه واكل البنت نقطة دم، وفي نفس اللحظة فاقت وخفت. ولما المعلم رجع وعرف اللي تشانج عمله، ومن كتر خوفه عليه زعل منه وخلاه يوعده ما يعملش كده تاني. ولما فاقت البنت راحت اتعرفت على تشانج وبقوا يلعبوا مع بعض وبقوا صحاب. ولما جه الوقت اللي هتمشي فيه ودعوا بعض وتبادلوا الهدايا، وبقى تشانج كل يوم يكتب لها رسالة ويقول لها اخباره فيها، ويعمل الورقة على شكل عصفورة ويبعتها لها. وهي كمان كانت بتعمل زيه وبتعمل الورقة على شكل وردة بتطيرها في الجو، وفضلوا على الحال ده لحد ما كبروا. وفي يوم تعب تشانج مرة واحدة وفقد وعيه، ولما فاق قال له المعلم ان قوة النجم اللي جواه زادت جدا وبقت حمل على قلبه وغالبا هيموت بعد سنة بالكتير. وقال له المعلم ان ده قدره ولازم يقبل بيه، بس تشانج كان متأكد ان في علاج لحالته. وفعلا قال له المعلم ان طريق العلاج طويل ووصفه ممكن يتم ازاي برحلة طويلة وشاقة، ولو عاوز ده يتم لازم يفوز في الاختبار اللي عمله له، او ممكن يعمل له علاج يطول حياته شوية. بس تشانج قرر انه يخاطر ويسيب الجبل ويسافر لرحلة النجاة بحياته، وفعلا بدأ على طول وطلع يتسلق الجبل. فاستأذن يورين انه يخليه يساعده، وكان الجبل عامل زي المتاهة، وبمجرد ما تشانج طلع عليه شوية اتعرض لمخاطر كتير. فبعت له المعلم رسالة فهم منها ازاي يفوز في الاختبار، وفعلا نجح تشانج ورجع للبيت وودع المعلم، واداله المعلم كل التقنيات والادوات اللي معاه واللي ممكن تساعده. وطلب تشانج من يورين انه يخلي باله من نفسه من المعلم، واخد شنطته ومشي وهو
وهو حزين لأن دي أول مرة في حياته يفارقهم. وهو ماشي في الغابة لقى بنت تعبانة، ولما لمس إيديها عرف إنها مسمومة، فادالها حبوب علاجية من معاه. ولقى 3 بنات مسلحين وصلوا وعايزين يقتلوها، فقالت شانج للبنت إنه هيحميها. ولسه بيتكلم مع البنات وبيقول لهم بلاش مشاكل، ضربته واحدة منهم بالقلم وقعته على الأرض ووقفت تحارب البنت، فاستخدمت شانج تعويذة جمدتهم في مكانهم وأخد البنت وهرب بيها. وبعد ثواني كان مفعول التعويذة راح واتحررت البنات ال3، ولسه هيطردوهم ظهر قدامهم شيو وقال لهم إنهم شياطين ومهما حصل هيقف ضدهم، فخاف البنات واختفوا من قدامه. ورجعوا الملك الشياطين وقالوا له إنهم فشلوا في مهمتهم وطلبوا منه يديلهم فرصة تانية. أما تشانج فكان وصل البنت لبيتها واطمن إنها بخير وسابها ومشي. وبعد ما سابها ومشي قال إنه نسي يسألها عن اسمها وإنه هيسميها الآنسة تشو يانج لأنها جميلة زي السحاب، وما كانش يعرف إنها صديقته القديمة يورونج. وراح لها شيو اطمن عليها وطلب منها تخلي بالها من نفسها. وبنتعرف على باي أميرة عشيرة الوحوش، والمفروض إننا لما نسمع كلمة عشيرة الوحوش نفتكر إن الأميرة هتبقى قوية، بس الحقيقة إن العكس هو اللي صحيح، لأنها كانت دلوعة خالص ونايمة طول النهار. بس أول ما عرفت إن عمها كيم وصل قامت جري وفضلت تتنطط حواليه وتلعب معاه، فقال لها إنها لازم تروح لأكاديمية داو حتى لو هي مش عايزة تروح، لأنها أكبر أكاديمية وفيها أفضل المعلمين والأطباء وهيساعدوها في حل مشكلة خطوط الطول اللي عندها. فقالت له إنها عارفة كويس إن مشكلتها ملهاش حل، وسألته عن تشكيل السيوف. ولما قال لها إن طائفة الشياطين مش هتقدر تكسر التشكيل ده، فقالت له إنها موافقة تروح لأكاديمية داو زي ما هو عايز، بس بشرط وهو إنه يسمح لها تتدرب على التقنيات البشرية. فوافق العم كين ووعدها بصباع صغير وأخدها وراحوا على الأكاديمية. أما تشانج وهو ماشي لقى مطعم مكتوب عليه الأجنحة وكان فاكرها أجنحة تنين، فطلب جناح واحد بس واتفاجئ إنه جناح طائر صغير. ولسه بيتجادل مع صاحب المطعم كانت الأميرة باي وصلت له وأخدته وجريت معاه وقالت له إنها بتستخبى من أهلها اللي عايزينها تدرس بالعافية، وفتحت بوابة سحرية دخلت فيها معاه ونقلته المكان تاني. ودخلوا الفندق كبير أخدت فيه أوضتين، أوضة لتشانج وأوضة ليها. ولسه بتدخل أوضتها لقت العم كين في وشها. وبعد ما تشانج ارتاح خرج اتمشى لحد ما وصل لقصر السيدة تشو ودخل قابلها، وكان المعلم مديله اتفاقية خطوبة تمت بينه وبين جد يورونج لما كان عندهم. وقبل ما يمشي طلب منه يروح القصر ويوري لهم الاتفاقية. بس أول ما تشانج قابل السيدة شو قالت له إنها عارفة هو جاي ليه وطلبه مرفوض، والأفضل ليه إنه يعتبر الاتفاقية ملغية لأنها مش هتجوز بنتها لولد فقير زيه. فقال لها تشانج إنه كان جاي القصر علشان يلغي الخطوبة، بس لما كلمته بالطريقة دي قرر إنه يتمسك بالخطوبة ويعرف الناس كلها حقيقتها، وسابها وخرج. فخرجت وراه واحدة من الخدم وقالت له إن اسمها شوانج، وحذرته من رد فعل السيدة شو وقالت له إنه لازم يخلي باله من نفسه لأن شو مش هتسيبه في حاله، ونصحته يدخل أكبر أكاديمية في المدينة وبكده محدش هيقدر يأذيه. وكانت الإمبراطورة بتوصي الشيوخ على اختبارات الأكاديمية وبتقول لهم إنها مستنية عباقرة جداد ينضموا ليهم. وبدأت مرحلة قبول الطلبات، وقررت شانج إنه يعمل بنصيحة شوانج وراح يقدم في اختبارات الأكاديمية. ولقى هناك ولد نازل الساحة وهو طاير بجناحات إلكترونية والكل كان مبهور بيه، ورمالهم فلوس كتير في الأرض فتلموا عليها علشان ياخدوها، ما عدا تشانج وقف ومهتمش. فقرب منه الولد وأعجب بعزة نفسه واتعرف عليه وقال له إن اسمه تانج، وقال له تشانج كمان نصايح تساعده في تطوير الجناحات الإلكترونية اللي عملها. وهم بيتكلموا اتفتح باب الأكاديمية وخرج منه حراس ومعلمين، وكتب المعلم أهداف الأكاديمية على حائط. فطلع تانج واستعرض مهاراته غير الكتابة الموجودة. ولما تشانج قال له إنه ماهر جدا، ورد عليه تانج بأنه هو كمان عبقري ومش هينسى أبدا نصايحه ليه، وعزمه كمان على العشاء. وما فيش ثواني وصل ابن أخت الإمبراطور السيد تيانان، وكبير الحراس جري عليه وكان بيعامله بمنتهى الاحترام. وبدأت الاختبارات، وأول مرحلة كان حجر قياس القوة الروحية. ولما تانج جربه الكل قال عليه إنه موهوب جدا، وجه الدور على تشانج. ولما حط إيده على الحجر ما كانش فيه أي تأثير خالص، وده لأنه عمره ما اتدرب قبل كده. فطلب منه الحارس إنه يمشي، بس تشانج قال له إن القوانين بتقول إنه لو فشل في اختبار الحجر فممكن يجرب اختبار الكتابة. فوافق الحارس وأخده على الاختبار، وفعلا نجح في إنه يعدي بسهولة، وبكده يبقى نجح في اختبار البداية واتكتبت أسماء المقبولين. بس تشانج ما لقاش اسمه فاتضايق جدا، ولما سأل المسؤولين قالوا إنهم لسه ما قرروش. فقرر تشانج إنه يمشي وما يستناش، وراح لأكاديمية زايشان، وكانت هي كمان فيها
الاختبارات، فوقف اتفرج عليها. وأول اختبار كان قتال مع وحش عملاق جدا، واللي يقدر يصمد قدامه لحد ما عود البخور يخلص يتقبل في الأكاديمية. ووقف تشانج اتفرج على واحد من طائفة الوحوش وفضل يهرب من العملاق لحد ما كسب، فراح تشانج ساعده واداله حبوب علاجية ودخل هو كمان ضد الوحوش، ووقف بمنتهى الثقة وطلع آلة من معاه عزف عليها، وكان الوحش مش قادر يستحمل الصوت ووقع على الأرض وفقد وعيه. فخرج له رئيس الأكاديمية 4 وحوش تانيين في نفس الوقت، وفضل تشانج يهرب من ضرباتهم شوية، وبعدين عمل بلورة حماية وعزف على الآلة وخلى الوحوش كلها تقع في الأرض، وبكده يبقى كسب في الاختبار. لكنه برضه اترفض في الأكاديمية، وحتى رئيس الأكاديمية رفض يقول له السبب. ومشي تشانج وهو حزين وراح قابل تانج في نفس مطعم الأجنحة وقعد اتغدى معاه. بعدها راح على أكاديمية تانية ولقاها مقفولة ومفيش حد خالص على بابها، وأول ما مسك الجنزير اللي الباب مقفول بيه اتكسر في إيده، ومع أول خطوة نزل عليه سلسلة هرب منهم كلهم. وجا تانج أخد تشانج وقال له إن إمبراطورة الوحوش زمان قفلت الأكاديمية دي من وقت ما اعترض الشيخ عليها كإمبراطورة، ومن يومها والمكان ده بقى خطر جدا، وبقت الأكاديمية مخفية عن العالم. وأخدوا ورجعوا للفندق وفضل يسترجع كل حركات السلاح اللي نزل عليه، وبعد شوية رجع تاني للمكان وتجنب كل حركة السلاح، ولسه هيقرب من البوابة التانية لقى سيوف طايرة كتير جدا وسريعة في شكل كورة رمى عليها حجر صغير ووقعهم كلهم، ووصل للبوابة أخيرا ودخلها. وكان رئيس الأكاديمية قاعد، ولما دخل الحراس بلغوه إن تشانج قدر يدخلهم، فاستخدم رئيس الأكاديمية سحر وجابه قدامه وطلب منهم يهتم بالتدريبات ويركز فيها، وحذره بإن عينه هتفضل عليه دايما، ونبه عليه إن الأكاديمية مخفية وتعتبر سرية لأن الإمبراطورة منع فتحها، وما فيش معلمين هيعلموه ولا هيهتموا بيه، وإنه هيعلم نفسه بنفسه. وأخد المعلم المسؤول واداله كتاب وقلم ومفتاح المكتبة اللي هيعيش ويتدرب فيها، وأكد عليه السرية وسابه وخرج. وفعلا الإمبراطورة كانت شاكة إن الأكاديمية فتحت تاني، ودي حاجة هتجيب لهم مشاكل مع عشيرة الوحوش، فطلبت من يورونج وشيو إنهم يتأكدوا ويبلغوها، فقالوا لها إنهم موجودين في خدمتها وهيعرفوا كل حاجة ويبلغوها. ومشيت يورونج من عندها وراحت على باب الأكاديمية، وكان معاها سلسلة هدية تشانج ليها وهي صغيرة، وكانت حاسة إنه قرب منها، وهو كمان حس بكده، بس ما فهمش إن كل اللي بينهم هو حيطة وبس. ومشيت بعيد وهو راح يتدرب، بس تعب جدا وقال انه لازم يحارب الموت، وقام يتجول في المكتبة ولقى هناك تانج، وكان معاه آلة اخترعها بنفسه علشان ينظف بيها المكان بسهولة، وده بعد ما انضم هو كمان لنفس الأكاديمية. وفضل تشانج وكان مبهور جدا بالمكان لأنه حقيقي فخم جدا، ودور بين الكتب لحد ما لقى كتاب عن التقنيات، وكان بيدور عليه من فترة وفرح جدا انه لقاه. وهو بيتدرب لقى نفسه تعب، فطلع حبوب تقوية وكمل تدريباته وفضل يقاوم التعب. ومن ناحية تانية صحيت الأميرة باي من النوم وشمت ريحة غريبة، فقررت إنها تمشي ورا الريحة وتعرف مصدرها، واتنقلت في البوابة السحرية وراحت لمكان ما فيهوش حد خالص، وده مكتبة أكاديمية جوجياو. بس حست إن في حد موجود، فطلبت منه يظهر نفسه، وكان واحد من الشياطين. ولما جت تدخل جوه البوابة السحرية تاني منعها وكان عايز يقتلها، فوقفت تقتله. وأول ما حس بيها تشانج تواصل معها بعقله وخلاها تعدل ضرباتها على بال ما خرج لها علشان يساعدها، فنشر الشيطان دخان سام في الجو، وحاولت باي انها تبعده عنهم بس معرفتش، فطلعت شانج سيفه وكسر به المجال السام اللي حواليهم، فخاف منه الشيطان وهرب وراح لملك الشياطين وطلب منه يديله فرصة تانية، ووعد انه هينفذ اوامره حتى لو التمن هو حياته. وفي الوقت ده حس العم كين بغياب الاميرة، فاخد الحراس وفضلوا يدوروا عليها لحد ما اخيرا لقوها ونقلوها مع تشانج على اوضتها، وهو عالجها بالابر الصينية لحد ما فاقت واستردت صحتها، فمشي وسابها ترتاح. وكانت الأميرة خلاص أعجبت بيه وسرحانة في تصرفاته معاها، ففوقها العم كيم وفكرها إنها الأميرة. أما تشانج فرح هو كمان ارتاح، ولما رجع تاني للمكتبة لقى الأميرة جاية له مع الحراس وجايبه له معاها صناديق كتيرة مليانة كتب تقنيات نادرة وأعشاب طبية وأسلحة سحرية وحاجات تانية كتير، وده كله مقابل إنه أنقذ حياتها. وما كانش تشانج عايز ياخد منها حاجة، بس هي أجبرته على ده وقالت له إنه من النهاردة
النهاردة هيبقى المعلم بتاعها. ومهما تشانج قال لها ما تقولوش كده كانت مصممة، ومسكت في رجله وقالت له إنها مش هتسيبه لوحده أبدا وهتبقى دايما في خدمته طول الوقت. وفضلت قاعدة جنبه لحد ما تعبت ونامت. وتاني يوم أول ما صحيت من النوم رجعت لبيتها، وهو خرج راح يزور تيان، ولما لقاها مستنية هناك جري استخبى منها، بس تيان وصل وقعدوا هما التلاتة مع بعض طول النهار. وطلب منه تانج انه يسيبه قاعد معاه ايام قليله في اوضته لانه خلاص اتضايق من تصرفات الاميره ليه. فوافق تانج ورحب بيه. وفي الوقت ده كانت يورونج بتعزف موسيقى، وجات لها رساله من خادمتها شوانج عرفتها ان تشانج جه القصر ومعاه جواب خطوبه. وبعدها جالها والدها وقال لها انهم هيرفضوا الخطوبه لان مش من مستواها، ده غير انه انضم للاكاديميه المحظوره وهيتهموه بالخيانه. ودارت يورونج فرحتها بالخطوبه وبرجوع تشانج، وراحت سالت على تشانج بس ما لقيتوش. فرجعت للإمبراطورة وقبل ما تقول لها حاجة كان شيو وصل ومعاه أسلحة مقاتلين من طائفة الشياطين وقضى عليهم، ففرحت به جدا الإمبراطورة. وفي الوقت ده كان ابن أخو الإمبراطور قابل تيان في السوق وفضل يستفزه واتهمه بالخيانة وخلى الحراس تضربه، بس لحسن الحظ إن باي وصلت وخلصته من إيده وقالت له إن هي كمان في نفس الأكاديمية ومسكته وضربته. وهم ماشيين قابلت نفس الشيطان اللي هاجمها قبل كده، وبضربة واحدة منه كان قضى على كل الحراس بتوعها، وضرب العم كيم وضربها هي كمان وطلع سلاحه علشان يقتلها، بس لحسن الحظ ان مويو وصلت ومنعته، ودي قائدة كبيرة في قصر ملكة الوحوش، فهرب منها الشيطان لكنه لقى يورونج في وشه مستنيها بسلاحها فهجم عليها لكنها قتلته ومشيت. وبنرجع تاني لمويو اللي اخدت باي وودتها لتشانج في اكاديمية جوجياو علشان يعالجها، وفعلا قدر انه يخليها تتحسن، وسابوه كلهم جنب الاميرة علشان يرعاها ويعالجها ومشيوا. وعلشان تشانج يتأكد ان الاميرة هتتحسن وهتبقى بكامل صحتها جرح نفسه واكلها نقطة دم من دمه، بس بعدها حس انه تعبان جدا وقالوا انه ده مش وقت تعب خالص، وطلع حبوب مسكنة اخد منها. ولما الاميرة فاقت حست انه تعبان بس هو خبى عليها ألمه، فقامت الاميرة وبعتت رسالة لوالدتها ملكة الوحوش وقالت لها ان القصر ممل ومش عايزة ترجع له، بس كمان عايزاها تطمن لانها لقت معلم كويس ليها. وكانت تقصد بالكلام ده تشانج اللي كان طول الوقت قاعد بيتدرب على امل انه لو بقى قوي خط الموت اللي في ايده يقف. وهو بيتدرب ظهر نجم في السماء ووقع عليه، وطائفة الشياطين لما شافت كده خافت وعرفت ان نهايتها قربت، وهو حس ان قوته زادت وخط الموت قل شوية، ولقى تانج جاله ومعاه الجناحات الالكترونية علشان يطورها ولبسها وطار بيها، فلقى نفسه وقع في بيت مويو وحس بالاحراج جدا، فعمل نفسه قاصد يقع علشان يداري على احراجه. ولما وقف اتكلم معاها حس انه معجب بيها، بس هي ما ادتلوش فرصة وطردته من البيت. وتاني يوم راحت مويو ليورونج وسألتها إن كانت فعلا مخطوبة لتشانج لأن شكله كده إنسان مخادع، بس يورونج رفضت تسمع منها كلام أكتر في الموضوع ده. وبعد ما مويو مشيت كتبت له يورونج رسالة بعتتها له وقالت له فيها إنها ما نسيتوش ولسه على وعدها معاه، ففرح جدا تشانج وكان عايز يرد عليها بس تراجع لما افتكر قدره وإنه خلاص هيموت. وبعد شوية دخله تانج المكتبة ولقاه بيقرا كتب كتيرة جدا في نفس الوقت، فاستغرب من قدرته دي وطلب منه يخليه إنسان طبيعي أفضل، وفضلوا يتكلموا ويهزروا وقال له تشانج انه محتاج يزود قوته باسرع وقت. اما يورونج فالامبراطوره كلفته بمهمه جديده وهي انها تلاقي مفتاح حديقه زاو، ومش هي لوحدها اللي كانت بتدور عليه، لكن كمان واحد من الشياطين كان عمال يموت كل اللي في طريقه علشان يدلوه على مكان المفتاح. ولما وصلت لمكانه وشافت اللي بيعمله فضلت ماشيه وراه، واول ما حس بوجودها طار لفوق، ولما شافها واتاكد انها ماشيه وراه هرب من اتجاه تاني. وفضلت هي ماشيه وقابلت تشانج بالصدفة، فوقفت سلمت عليه وهو كان فرحان انه قابلها تاني، ووقفوا اتكلموا مع بعض وبعدين اتمشوا وقدم لها وردة، ففرحت جدا واخدتها منه، وكل ده وهم ما يعرفوش انهم اصدقاء الطفولة. ولما قرب يوصل سألها عن اسمها وقال لها انه تشانج، فسكتت وما اتكلمتش ولا كلمة. ولما رجعت لبيتها كانت زعلانة جدا انها ما قدرتش يتعرفوا على بعض وانه نساها. ولما رجعت تشانج عمل حبوب قوة اداها لكل اصحابه، واول واحد حب يجرب هو تيان، وبعد ما اخدها حس بحرارة قوية وفقد وعيه، فلحقوا تشانج وعالجوا. وبننتقل بالأحداث عند ملك الشياطين اللي كان خلاص هيتجنن، وكل ما يبعت حد بمهمة تكون يورونج هي السبب في فشل المهمة، فقرر انه يخلي الشيطان يقتلها. وهي كانت مع تشانج اللي راح يزورها، وفجأة وهي واقفة معاه اختفت واتقفلت كل الأبواب عليه، وكان الشيطان هو السبب في كل ده، وهو اللي خطف يورونج عنده وقال لها ان موتها هيبقى على ايده. وفجأة لقى تشانج هو كمان وصل لمكانها، فقال لهم الشيطان
الشيطان إنه غير رأيه، وبدل ما هيقتلهم هيسيبهم محبوسين في المتاهة دي، وولع في المكان. بس يورونج سيطرت على النار وامتصتها، وكان المكان في مراية شايفهم ومراقبهم فيها الشيطان، وقرر انه يعرضهم للخطر اكتر، وخلى الارض تتهز بيهم وطلع عليهم جيش من الشياطين تحاربهم. فطلعت يورونج سيفها وقضت عليهم كلهم، وطلعت شانج حجر نادر ورماها على تكوين اللي محبوسين فيه، وحول المكان لحاجة لطيفة. فاتضايق الشيطان وحول المكان لمتاهة جديدة فيها مرايتين. ظهرت باي فيهم وفضلت تصرخ وتستنجد بتشانج، واول ما قرب منها امتصته المراية، وظهر في المرايتين هو كمان واستنجد بيورونج، وكل صورة فيهم تقول لها انه الحقيقة وعايزها تلحقه قبل ما يجرى له حاجة. وقدرت يورونج انها توصل للمراية الصح اللي نقلتها عند الشيطان، بس لقيته هرب وتشانج هو اللي واقف، واستخدم الحجر السحري بتاعه علشان يلغي التكوين، بس المرة دي معرفش، لحد ما عدت بطة صغيرة من بوابة، واتكلم الشخص اللي كان محبوس معاهم اخيرا، وشاور لهم على اتجاه، واول ما قربوا منه خرجوا واخدوه معاهم. وسألته تشانج يبقى مين، فقال لها انه سيء الحظ الوحيد اللي نجا من جنينة زاو وحبسوا الشيطان، والكلام ده كان من سنين كتير. وكان شيو في الوقت ده نجح انه يقتل الشيطان، وكان راجع للمكان اللي واقفة فيه يورونج، بس سبقته على هناك الدراع اليمين لملك الشياطين، وقتلت الشخص الناجي من الشيطان علشان ما يقول لهمش معلومات عن مفتاح زاو. وكان شيو وصل ولسه هيقتلها هربت منه، ورجعت شانج للأكاديمية ووقف ساعد باي وتيان في تدريباتهم، وبقى قوتهم كبيرة جدا. أما مويو فرحت ليورونج وحاولت تعرف منها اللي حصل، فحكت لها يورونج على كل حاجة. وبنرجع تاني لأصحاب تشانج اللي مواقفهم مش بتخلص أبدا، والمرة دي صنع تانج سلاح واقي من الشياطين، فجاء عليه تيان ووقعوا بيه وفضلوا يتجادلوا. أما تشانج فقعد سرحان وقال إنه لازم يلاقي المفتاح، وراح بعد كده على المكتبة. افتكر لما كان صغير وكان دايما هو ورين بيعملوا مقالب في المعلم، وفضل يضحك وقال إنهم وحشوه جدا. ولقى باي وتيان دخلوا هم كمان المكتبة وفضلوا يرتبوا المكتبة من جديد، ولاحظت شانج ان الكتب مترتبة بشكل معين، فطلع الآلة وعزف عليها فاتفتحت فتحات في الحيطة وظهر المفتاح. وكانت باي هتجري تاخده، بس تشانج منعها وبين لها ان في فخ حامل مكان، وعرفوا ان المفتاح كل ده كان محمي في الأكاديمية. وفضل يدور في المكتب على أمل إنه يلاقي التكوين اللي يخليه يوصل للمفتاح، ففكر ينفي فكرة ولبس درع واقي وخوذة وهو مصنعهم مخصوص ومزودهم بسلاح، وراح قرب من الحائط اللي فيه جذوع وفروع الشجر وبتهاجم أي حد يقرب منه. وأول ما الفروع مسكت فيه صعقها وخلى السم يطلع عليها، فاختفت الفروع، بس بعدها هجمته أكتر ولحقوا أصحابه وبعدوه عنها بسرعة قبل ما يتأذي. وبعد شوية قال إنه لقى فكرة أفضل، ولسه باي بتقول له يبطل سخافة بقى، لقوا مساعدة ملك الشياطين ظهرت وسطهم وحطت سلاحها على رقبة شانج، وطلبت منهم يدلوها على مكان المفتاح وإلا هتقتله، واضطروا انهم يوروا لها مكان في الحيطة. ولما قربت اكتشفت ان الفخ اللي كانت هتقع فيه، فطارت لحد ما وصلت للمفتاح، ولما لقت فروع الشجر بتقرب منها قطعتهم بسيفها، واخدت الصندوق اللي فيه المفتاح ولسه بتفتحه لقيته اختفى، ده لان تانجا اخده وهرب بيه. وفضلت تطارده لحد السوق، واستدعت 2 من حراسها فضلوا وراه لحد ما مسكوه ورفعوا عليه السلاح. وفجأة لقيت مويو ماسكة إبرة جليد حطها على رقبتها وكانت هتموتها، فاضطرت الشيطانة انها تاخد حراسها وتهرب، وقررت انها تروح لشيو وتخدعه علشان يساعدها. واول ما شافها ضربها، فقالت له انها بتحبه، فقال لها انه عمره ما يحب شيطانة شريرة زيها وسابها ومشي. وقعد يدور على اعشاب معينة ولقاها على جبل، طلع ياخدها لقى الشيطانة جت قتلته، والمرة دي هو اللي هرب بالاعشاب اللي معاه علشان ما يجرالهاش حاجة. ومن ناحية تانية بنشوف باي طلبت من تشانج انه يجمع لها شوية اعشاب، فوافق وراح على جنينة القصر بتاعها، فلقى والدتها قاعدة بتلعب سودوكو فساعدها ولعب معاها. ولما انتبهت له لقيته شبه الامبراطور وهو صغير، بس ما اتكلمتش وسابته ومشيت. وبنشوف السيدة شو وهي عمالة تترجى مويو انها ما تخليش بنتها الوحيدة تتجوز واحد فقير زي تشانج، فسابتها تشانج وراحت للملكة وحكت لها على الوضع وسألتها المفروض يعملوا ايه، فقالت لها الملكة انها هتتصرف، فبعتت ليورونج وقعدت تتكلم معاها وقالت لها انها تستاهل حد افضل، وطلبت منها تفكر تاني. وخرجت يورونج من عندها وهي محتارة تختار قلبها ولا رضا والدتها. وبمجرد ما خرجت راحت مويو لباي اخدتها معاها لوالدتها علشان تتدرب على الاسلحة اليوم واحد بس. وبعد محايلات كتير وافقت باي، وكانت باي فرحانة كأنها بتلعب بلعبة مش هتتدرب على سلاح. بس كان في هناك تلميذ اسمه زونج كان متضايق منها وعايز يضربها كمان، فجاله تيان وضربه وكان هيقضي عليه خالص.
بس تشانج منعه ووقفت باي هي اللي ضربته، ولما انتصرت عليه حس بالإحراج ومشي. وكانت مويو كل ده قاعدة مع يورونج، ولما لقيتها لسه محتارة وبتفكر في تشانج قالت لها ان تشانج انسان مش كويس وشيو هو اللي مناسب ليها. وراحت بعد كده لتشانج واخدته لبركة القصر وقالت له ان في مفتاح لجنينة زاو في القاع، وفتحت له طريق في وسط البركة وطلبت منه ينزل يجيبه. ولسه تشانج بيفكر وقال لها انه لقي المفتاح في قصر أكاديمية جوجياو، كانت هي خلاص رمته وقفلت عليه الممر. وكانت يورونج في الوقت ده قررت انها تروح لتشانج وتعرفه هي مين، وفعلا راحت له المكتبة بس ما لقيتوش، وده لانه كان واقع في المخبأ اللي تحت البركة، ولقى الكنوز محوطة في كل مكان. وخرج له تنين اسود عملاق، واول ما شاف تشانج قال عليه انه وجبة دسمة جات له لحد عنده. فقال له تشانج في نفسه انه مش هيموت ولا هيستسلم بسهولة كده، وافتكر لما كان طفل وافتكر كلمات المعلم ليه، وطلع سيفه علشان يقتله. لقى قوة سحرية بتثبته في مكانه، فطلب من التنين انه يتكلم ويقول له السبب اللي مخليه بياكل البشر. فقال له التنين ان البشر حبسوه من آلاف السنين وعذبوه من غير اي ذنب. ولما تشانج شاف العلامة اللي في ايديه عارف انه التنين الاسود. قال الامبراطور هزمه واستغرب انه مش بيحاول يخرج، فقال له ان الملكة عامله له تكوين قوي مش عارف يكسره ابدا. فطلب منه تشانج انه يوعده ما يأذيش اي بشري لو حرره، وقال له انه عارف ان التنانين مش بتخلف وعدها ابدا. وكان التنين مش مصدق اللي سمعه اصلا وانه ممكن يتحرر. فطلع شانج سيفه وحاول انه يكسر به السلسلة اللي مكتفة رجل التنين. فقال له التنين ان ده مجهود مبذول على الفاضي. فسأله تشانج لو عنده حل تاني، بس التنين قال له انه لو كان عنده حل ما كانش زمانه محبوس ومستنيه لما يطلعه. فاقترح عليه تشانج انه يسيبه هو يخرج وبعدين يبقى يدور على طريقه يخرجوا بيها. ويفكروا التنين انه بيخدعه، وينفخ في وشه طياره، ولقى التنين يتحول لبنت صغيره جميله وفضلت تعيط من الجوع. فاستخدم تشانج عصايته السحريه وجاب لها تفاح، ففرحت بيه جدا. وقعد تشانج جنبها يدور على طريقه يحررها بيها وترجاها تثق فيه وتخرجه من المكان ده، وهو هيرجع لها تاني وينقذها. واخيرا وافقت ونفخت فيه طيارته وخرجته من قاع البركه والكهف اللي هم فيه. وفعلا خرجوا لقى يورونج في طريقه، ولما لقيته مبلول طلعت نار من ايديها ووقفت تنشفه. فافتكر صديقته القديمه لما كانت هي كمان بتطلع نار من ايديها، بس برضه ما جاش في باله انها تكون نفس الشخص. وبعد ما نشف شكرها وسابها ورجع لاصحابه، وحكى لتانج على اللي مويا عملته معاه. فخرج من عنده وهو متعصب وراح لها وسالها ليه عملت كده مع تشانج وحاولت تاذيه. وهي لما سمعت كلامه ده فهمت ان تشانج رجع وما كانتش فاهمه ازاي ده حصل. فراحت اتاكدت بنفسها ولقيته قاعد مع باي، فقررت انها تاذيه بشكل تاني. وراحت قالت لملكه الوحوش انه بيخدع بنتها باي وبيوهمها بحبه علشان يعلقها بيه لانه شخص طماع وانتهازي. فنزلت الملكه للبنت التنين وسالتها ازاي سابت تشانج يمشي، وكتفتها وعذبتها بسحب جزء من قوتها وسابتها وخرجت. وقبل ما تمشي جمدت البركه علشان ما حدش يعرف يوصل لها ولا ينقذها. لا وكمان ما اكتفتش بكده، وبعتت مويو ليورونج علشان تكرهها تاني في تشانج. وكان الكل ضد تشانج، حتى الشياطين تأمروا عليه هو ويورونج. فبعتوا له رسالة باسم يورونج، ولما طلع علشان يقابلها اتفاجئ لما ما لقاهاش موجودة، ولقى بدلها الشيطانة وفضلت تحاول تطعنه. فاستخبى منها جوا بلورة وفضلت تحاول تكسرها بس من غير فايدة. وهو قال ان كويس انه عامل استعداده، بس لقى ملك الشياطين جاله بنفسه وكسر بلورة الحماية اللي كان مستخبي فيها وفضل يضربه. وبسرعة البرق طلع تشانج تعويذة نقلته لمكان تاني بعيد عنهم، وحس انه تعبان جدا. ولما بص على ايده ولقى خط الموت زاد فزعل جدا، ولقى يورونج ظهرت قدامه وقالت له انها عرفت ان الشياطين في المكان ده وجت تشوفهم. فقال لها ان اللي موجود مش شيطان عادي، وطلع احجار سحريه رصها في الارض بطريقه معينه وعمل بلوره تخفى عليهم علشان ما حدش يشوفهم. وفعلا جه ملك الشياطين ووقف قدامهم بس ما شافهمش، وكان لسه هيمشي ظهر تعبان وقرب من يورونج. فخافت وعملت صوت خلت ملك الشياطين يحس بيها ويفهم انهم مستخبيين منه. فضرب المكان بقوته وكسر البلورة. فانتقلوا لمكان تاني بسرعة، واعتذرت له يورونج لأنها خافت من التعبان وكانت السبب في كشف حالته. ولقت الجو مليان بدخان الشياطين وحاولت تضربهم بسلاحها، بس لقت الموضوع صعب جدا. وفي الوقت ده كان تانج حس بغياب تشانج، فأخد مويو وخرج يدور عليه وقال لها انه لو مش هي أذته يبقى لازم تدور معاه. وهم في الغابة لقوا باي هي كمان موجودة، وظهرت لها الشيطانة ضربتها، بس قبل ما تموتها كان شيو جالها ووقف
ووقف يقاتل الشيطانة وأنقذ باي من إيديها. وكانت تشانج ويورونج كل ده لسه بيقتلوا ملك الشياطين، وضربوا تشانج ضربة بقوته وقعوا في الأرض، فخاف ملك الشياطين واختفى. وكان أصحابه كلهم وصلوا واطمنوا عليه ورجعوا على البيت، بس يورونج كانت شايفة ذكرياتهم مع بعض من وقت ما كانوا أطفال، وتشانج كمان عرفها وقال إنها ما اتغيرتش من وقت ما كانت لسه صغيرة. وتاني يوم افتكر وعده للبنت التنين وراح لها البركة، بس لقاها متجمدة ومعرفش يوصل لها، فأخد الخريطة وفضل يحاول يحسب المكان اللي ممكن يلاقي فيه الممر. وراح سأل يورونج إزاي ممكن يوصل لقاع البحيرة، فقالت له على بير مهجور في نص سوق المدينة بيوصل لهناك. ومن غير تفكير جري نزل فيه، وكانت باي شايفاه وفكرته وقع، فقعدت تعيط وهي حزينة عليه. أما هو فقعد مع البنت التنين وادالها أكل كتير وطمنها إنه لسه بيدور على طريقة يساعدها بيها، وسابها وطلع من البير. ورجع مع أصحابه على المكتبة وفضلوا يدوروا على طريقة ينقذوها بيها، وقال لهم تشانج إنه مش هيتخلى عنها أبدا. فمشيت باي وراحت عند البير ونزلت فيه للبنت التنين وقالت لها إنها صديقة تشانج، وهي كمان عملت بسحرها أكل كتير وقعدوا أكلوا مع بعض. وحكت لها عن ظلم الملكة وفضلت تشتم عليها، وما عجبهاش باي طريقة الكلام على والدتها بالطريقة دي، وفضلت تتجادل مع البنت التنين، وفي الآخر ودعتها وسابتها ومشيت. ولما رجعت لقت تشانج بيتدرب وطلب من أصحابه إنهم يهتموا بتدريباتهم هم كمان، ومش هم لوحدهم اللي كانوا بيتدربوا، لكن كمان هواتسي من أكاديمية تيان. فقرر والد هواتسي إنه يخطب له يورونج، ورحب هواتسي بالفكرة، فبعتوا رسالة لأهل يورونج، وطبعا رحبوا بالفكرة جدا. وقالت والدتها إن الخطوبة دي لازم تتم في أسرع وقت علشان يتخلصوا من تشانج ويبعدوه من حياة بنتهم خالص. واستعانت بملكة الوحوش علشان تتكلم معاها، وفعلا بعتت الملكة مويو ليورونج وقالت لها إن هواتسي متقدم لها للزواج وعايز يخطبها. فقالت لها يورونج إنها مخطوبة أصلا لتشانج من قبل كده، وفي اتفاقية بالكلام ده، وأكيد مش هتتخطب لشخصين في نفس الوقت. ففكرتها الملكة إن والدتها ووالدها مش راضيين عن تشانج، وإن هواتسي أفضل منه في كل حاجة بكتير جدا، لأن ليه عيلة كبيرة ومكانة عالية عند الإمبراطورة، وده غير إنه زميلها في أكاديمية كبيرة وهي عارفة كويس، ومحدش سمع عنه حاجة وحشة. وفوق كل ده والدتها بتحبه وشايفاه شخص مناسب ليها، وطلبت منها تفكر في الموضوع تاني. ووافقت يورونج إنها تفكر في الموضوع، وكانت تشانج ما يعرفش أي حاجة عن الكلام ده ومش داري بيه أصلا، لأنه مشغول في تحدي مع أكاديمية تيادو، وما كانش يعرف إن هواتسي العريس فيهم. بعد ما كسبهم هم راحوا على قصر والد يورونج، وهو رجع للمكتبة وطلع الآلة بتاعته وعزف عليها، واكتشف إن مرضه زاد. وفجأة هجموا مجموعة من الحراس، وفي ثواني كانت باي وصلت له، ووقفت تقاتل الحراس وتحميه منهم. ولقت تشانج ورقة شجر صغيرة طايرة قدامه، وبمجرد ما لمسها اختفى. وفضلت باي تدور عليه في كل حتة بس ما لقيتوش، وهو لقى نفسه واقف قدام رئيس الأكاديمية وبيعتذر له إنه جابه ليه بالطريقة دي، وفهمه إنه اضطر يعمل كده علشان ما حدش يعرف مكانه ولا سرهم. وشكر إنه كان السبب في تقدم الأكاديمية، وقال له إنه حاسس إنه هيسترد مجدها من تاني على إيده. وسابه مشي ورجع طمن صحابه إنه بخير. وفعلا أصحابه كانوا قلقانين جدا، وخصوصا الأميرة باي، وخرجوا كلهم اتغدوا مع بعض، وقدم لهم تشانج هدايا وشكرهم على كل مساعدتهم ليه. وادى باي لفة وطلب منها تحافظ عليها وما تفتحهاش دلوقتي. وهم بياكلوا نزلت لهم وجبة كبيرة ولسه هياكلوا منها، بعدهم تشانج وحدف الصينية بعيد عنهم، فلقوها انفجرت وظهر لهم جيش من المقاتلين، وكانوا عايزين يقتلوا تشانج، واللي بعتهم هو والد يورونج. وبعد ما تشانج واصحابه قضوا عليهم رجعوا تاني للسكن، وهناك قعدت باي في اوضتها وطلعت هدايا تشانج ليها واتفرجت عليها، وفتحت اللفة فلقت جواها رسالة بيقول لها فيها ان هو ويورونج مخطوبين، ولو جرى له حاجة تعرف ان السيدة شو هي السبب، وفي نفس الوقت تدي عقد الخطوبة ليورونج علشان تبقى حرة. فقفلت باي الرسالة ونزلت تسأله عن الكلام ده، فقال لها انه فهمها كل حاجة في الرسالة وما عندوش وقت تاني، وكتب رسالة ليورونج وسابها لها، وراح للبنت التنين وهو معاه اكل وحلويات كتير ليها، وقال لها انه تعبان جدا، فطلبت منه يقعد يتدرب وهي هتساعده. ولما قعد يتدرب لقى نفسه تعبان جدا، وحاولت تساعده بس ما عرفتش فنهت التدريب. اما باي راحت ليورونج واتكلمت معاها في الخطر اللي ممكن تشانج يتعرض له بسبب عيلتها، وطلبت منها تخلي بالها منه وتحميه من عيلتها. وكان عندها حق، لان والد يورونج خدعه وجذبوا للشياطين ويسمموه وخلوه يفقد وعيه، ورموه بعدها في البير للتنين. واول ما البنت شافته جريت لحقته قبل ما يقع على الارض وفوقته، فشكرها انها انقذت حياته وعمل لها اكل كتير بسحره، وقالت له ان دي فرصه جت لهم تاني علشان يحاول يتدرب ويمكن المره دي ينجح. فتحمست تشانج بكلامها وقعد يتدرب، لكنه تعب تاني والمره دي فقد وعيه. فادت له حبه التنين القرمزي ودي فوقته جدا وساعدته كمان. واول ما حست ان ملكه الوحوش بتقرب
منها بانت فوقه طبقة من الحجر علشان تحميه، وكانت الملكة عندها فضول تعرف ايه الحجر الجديد واستخدمت قوتها عليه، بس ما عرفتش توصل لحاجة، فعذبتها شوية بالسلسلة اللي ربطها فيها وسابتها ومشيت. فحررت البنت التنين تشانج وخلته يكمل تدريبه، واستمر الحل أيام، وأخيرا نجحت شانج وخط الموت قل جدا، وأول ما خلص طلع يجري خرج من المكان. وكانت عائلة هواتسي في الوقت ده مجتمعة هي وكل تلاميذ الأكاديمية، وحضر الاجتماع ده الأمير ووالد يورونج وأصحاب تشانج، وأعلنوا خطوبة يورونج وهواتسي. فوقفت باي وقالت إنها معترضة لأن يورونج أصلا مخطوبة، فسكتها الموجودين وقالوا عليها إنها كدابة. فطلعت باي اللفة اللي فيها اتفاقية الخطوبة وواجهت بيها الأمير ووالد يورونج، ووقتها أنكر إنه يعرف حاجة عن الاتفاقية دي. ولما باي قالت إنه بيكذب قال لها إنهم في أكاديمية محظورة وعددهم أصلا قليل جدا، وبيعملوا كل ده لأنهم غيرانين من أكبر أكاديمية موجودة. فقام تانج وقال إنه عضو في أكبر أكاديمية وهيسيبها وهينضم لجوجياو، وإنه مستعد لأي قتال. وفعلا وقف هواتسي قتله وخسر تانج المعركة. واخيرا وصلت شانج وطلب ان المنافسه تبقى معاه، بس باي قالت له ان السيدات اولا ولازم تتقاتل مع البنت الوحيده من الطائفه الثانيه، وفعلا بداوا القتال. وكانت شانج واقف بتعليماته ونصايحه لباي لحد ما خلاها هتوقع البنت اللي قصادها. فقام قائد الطائفه واعلن الانسحاب، والاخبار وصلت لرئيس طائفه جوجياو وما كانش مصدق تصرفات تشانج وكان فخور بيه جدا. بس البنت خدعت باي وكملت قتال ورفعت سيفها على رقبتها، وفي لمح البصر انتقلت باي للناحيه الثانيه وهي اللي حطت السيف على رقبة البنت، وخلص القتال على كده. ووقف والد يورونج وقال لتشانج انه لازم يلغي الخطوبة، فقال له تشانج ان الخطوبة تمت بين الاجداد ولازم الكل يحترمها. بس كل الموجودين ردوا عليه بان الاتفاق ده تم من سنين كتير، وافترقوا عن بعض بعدها وما بقوش يعرفوا بعض حتى، وهي من حقها انها تقرر دلوقتي. فجالهم الرد في نفس اللحظة برسالة طايرة من يورونج راحت في ايد مويو، وبعد ما قرتها اديتها للامير بانها فعلا مخطوبة لتشانج، وهي وعدته انها هتكمل حياتها معاه ومش عايزة حد تاني غيره. ووالدها أول ما سمع الكلام ده كان هيموت من الغضب. أما تشانج فرح ليورونج واعتذرت له على كل حاجة تعرض لها، وقالت له إنها هتحميه، بس هو قال لها إنه يقدر يحمي نفسه كويس ومش عايز حاجة غير إنها تفضل جنبه. ولما مشي راحت اتكلمت مع شيو، وهو كمان كان عايزها تغير رأيها، بس هي سكتته وقالت له إنها خلاص أخدت قرارها، ودي حاجة ضايقته جدا. وتاني يوم لقت يورونج إن الملكة بعتلها فرحت لها، ولقيتها بتقول لها إنها اختارت غلط واختارت طريق صعب هي مش قده. بس يورونج فاجئتها بانها عارفه كل ده ومستعده انها تتحمل نتيجه قرارها. فدت لها الملكه الاذن بالخروج، وبعتت لشيو وهو رايح لها في الطريق وقفته مساعده ملك الشياطين، وزرعت بذره شيطانيه شريره في شعره حولته لشيطان واختفت. ولما فاق حس ان في حاجه فيه متغيره، بس ما كانش عارف يحدد هي ايه بالظبط. فكمل طريقه وراح لها ووصته على مسابقه الاكاديميات واللي هيتم فيها ترتيب كل طالب بين الاكاديميات كلها، وقالت له انهم لازم يركزوا كويس. وفعلا بدأ التقييم واللي كان عامله هو الأمير، ومستوى تشانج وأصحابه ارتفع، وكانت باي في المستوى الثاني ويورونج في المستوى الأول. وللأسف ما حدش قال اسم تشانج خالص، ومع ذلك ما زعلش وقال إن الترتيب ده مجرد رقم بالنسبة له. وراحت الإمبراطورة لتشانج بنفسها وقعدت معاه وعرفت منه موضوع مرضه وإنه هيموت قريب، وقال لها إن ما فيش علاج لحالته خالص، بس هي قالت له إنها هتلاقي له العلاج المناسب وسابته ومشيت. واتقابل مع يورونج وادالها هدية وكانوا مبسوطين جدا مع بعض. لكن دايما الأجواء الهادية مش بتتم على خير، وخصوصا في وجود الشياطين. فظهرت واحدة في المدينة وبدأت تقتل طلاب الأكاديميات واحد ورا التاني، فطلبت الإمبراطورة من يورونج وشو إنهم يكتشفوا القاتل. ولما تشانج وأصحابه شافوا جثة واحد من الطلاب ميت عند بوابة الأكاديمية قربوا منه واتصدموا لأنه كان هواتسي. ولما وصل أصحابه شافوا تشانج جنبه اتهموه إنه هو اللي قتله، فدافع عنه تانج وباي. قالوا إنهم أصلا مش عارفين إيه اللي جاب الجثة عندهم، لكن أصحاب هواتسي ما صدقوش واخدوا تشانج للحكم. ومع التحقيق عرفوا ان عائلة تانج هم اللي صنعوا السكينة، تهمة على تشانج اكتر، وقالوا انه اخد السكين من صاحبه وقتل به هواتسي. والطلاب هجموا على محل والد تانج ودمروه من صدمته ووقع في الارض، فراح له تانج زاره وطلب منه والده انه يخلي باله من اخوه. اما يورونج حاولت تدافع عن تشانج، لكن الملكة رفضت تسمع وقالت لها انه مجرم ومش المفروض انها تتكلم عنه علشان ما تورطش نفسها معاه. ومع ذلك اصرت يورونج على رايها وقالت لها انها متاكده ان تشانج مش هو
هو القاتل لأنه ببساطة مش مجرم، وهي عارفاه وواثقة فيه كويس. فقالت لها الملكة إنها لو أصرت على رأيها ده فهتتورط هي كمان معاه. ولما يورونج خرجت راحت وراها موريو وطلبت منها تفهم تشانج على حقيقته لأنه ما يستحقش دعمها، بس هي قالت لها إنها مش هتبطل تدافع عنه أبدا لأن ده واجبها ناحيته، وكنوع من أنواع رد الجميل لأنه أنقذ حياتها زمان وهم أطفال. وكانت شانج موجود في سجن تحت الأرض ضلمة ومربوط بسلاسل حديد وبيتعرض للتعذيب، وكمان المسؤول عن السجن هو تيتيان، وكان قاصد إنه ينتقم من تشانج. وقفت يورونج قدام تشانج ووعدته إنها مش هتسكت وهتفضل تدور على دليل تثبت بيه براءته. وراحت له باي كمان، ولما شافته مربوط وقاعد في الأرض فضلت تعيط وكانت حزينة عليه جدا، وطلبت منها تشانج إنها ما تتصرفش بتهور لأن النتيجة هتظهر في النهاية. بس للأسف كل يوم كان الوضع بيسوء أكتر من اللي قبله. فتاني يوم راح طلاب الأكاديميات واتظاهروا قدام بوابة أكاديمية جوجياو وطالبوا بقفلها مرة تانية للأبد. فوقفت يورونج في وشهم وقالت لهم إن لسه التحقيق شغال في قضية القتل وما ينفعش يصدروا أحكام من دلوقتي، وطلبت منه يتفرقوا بعيد عن المكان ده علشان ما يدخلوش في مشاكل معاها هي شخصيا. فخاف الطلاب ومشيوا. وملك الشياطين شاف إن غياب تشانج دي فرصة ما تتعوضش ممكن يروحوا فيها الأكاديمية يدوروا على مفتاح زاو براحتهم. وفعلا بعد قوته للأكاديمية ودوروا في كل مكان وما لقوش حاجة خالص. وقبل ما يمشوا كان تانج وتيان شافوهم وفضلوا يقتلوهم بس ما قدروش عليهم، وهرب كل الشياطين من قدامهم. واحتار يانج مين السبب اللي خلى الشياطين يقتحموا الأكاديمية. وفي الوقت ده كانت يورونج بتدور في كل مكان على شهود يكونوا شافوا جريمة القتل أو شافوا القاتل وهو بيحط الجثة في أكاديمية جوجياو. وعرف تاتيان اللي بتعمله فقرر هو كمان إنه يدور على شهود علشان يقضي على أي أمل لخروج تشانج براءة. ومن ناحية تانية بنعرف إن الشخص اللي صنع سكينة الجريمة هو فعلا واحد من عيلة تانج، وهو هواي أخوه المتحالف مع طائفة الشياطين، وكان قدر يخدع الكل بوشه البريء. ولما شخص من العيلة شك فيه قتله قبل ما يعرف الحقيقة وطعنه بسكينته، وعشان يداري الجريمة خالص طلع مسحوق شيطاني رشه عليه وخفاه. وما كانش حد تاني يعرف حقيقة هواي ولا حتى أخوه يانج اللي كان عنده مويو، وطلب منها تساعده يثبت براءة تشانج لأنه واثق إنه ما عملش حاجة، وحاول يقنعها كتير لحد ما صدقت ووافقت. وبنرجع تاني لطائفة الشياطين وبنشوف مساعدة الملك وهي متعصبة جدا بعد ما لقت قوات الشياطين داخلين يقولوا لها إنهم فشلوا في المهمة وإن سر المفتاح مع تشانج وهو بس اللي يعرف مكانه. وكانت تشانج لسه في السجن وتاتيان عمال يعذبه وهو سعيد جدا، فرحت له باي وخلصته من ايديهم وحاولت تاخد تشانج وتهرب بيه، بس ما كانش في مخرج لانه كان محبوس في زنزانة مش مرئية. وجاله تاتيان خبر ان فيه هجوم على السجن فسابهم هو والحراس خرجوا يشوفوا اللي بيحصل. وكانت الملكة في الوقت ده موجودة في جسر الفضاء وبتتأكد ان كل النجوم طبيعية لان كل انسان جواه نجم بيعبر عن قوة روحه، والنجوم دي كلها في جزء في الفضاء مترابطين مع بعض. وكل فترة بتروح الملكة تتأكد ان الوضع طبيعي ومفيش حد بيهدد عرشها بقوته. والمرة دي لقت نجم بيلمع جدا بس ما عرفتش مين صاحبه. وكانت شانج بيتدرب وفقد وعيه وما عرفتش باي توصل له بسبب الزنزانة الداخلية. فلقت مساعدة ملك الشياطين جت ورمت حاجة على الزنزانة لغتها بيها ولسه هتقرب منه وقفت باي منعتها. وكانت تيان والحراس سيطروا على هجوم الشياطين ورجع لها فهربت الشيطانة بسرعة. وفضلت باي جنب تشانج وفضلت تيان يخوفها بالحاجات اللي ناوية يعملها في تشانج، وقال لها ان الملكة هتحكم عليه بالإعدام بتهمة انه متفق مع الشياطين. فطلعت تجري وراحت لمويو وهي منهارة من العياط وترجتها تساعده قبل ما يجرى له حاجة. اما تيتيان فرح للشاهد الوحيد على الجريمة دي في الزنزانة بتاعته وقتله بايديه. وخرجت شانج في ميدان عام علشان يعدموا قدام الكل ويكتفوا عند تمثال سحري وامتص قوة تشانج النجمية وفضل يتعذب قدام الكل. واول ما اصحابه شافوا اللي حصل جريوا عليه ووقفوا قدامه علشان يحموه من سهم القوات. وامر تيتيان القوات علشان تستعد للضرب، وكان فاكر ان اصحاب تشانج هتخاف وتبعد عنه، بس اللي حصل هو انهم فضلوا واقفين. وقبل ما القوات تضرب وصل رئيس طائفة جوجياو وقال ان تشانج بريء ومعاه الدليل على كده وهو صورة الشاهد الوحيد وهو بيعترف بكل حاجة. واللي قالت له على الشخص ده هي يورونج واللي لقت جثته وحضرت روحه وعرفت منه كل حاجة. واخيرا رجع تشانج مع اصحابه لمقر الاكاديمية، وبعد ما ارتاح حكوا له عن هجوم الشياطين على الاكاديمية فجاب خريطة وفضل يفكر في مكان المفتاح وافتكر كلام الشخص اللي كان خطفه الشيطان وانه كان قايل ان المفتاح عبارة عن حجر. فكتب تشانج رسالة ليورونج انه لازم يقابلها ضروري. ووقف في جنينة الاكاديمية ولقى احجار برسومات غريبة في الارض ومترتبين واستنتج ان المفتاح في المكان ده. وراح تاني يوم قابل يورونج قال لها على كل المعلومات اللي وصل لها وهي قالت له انها واثقة فيه جدا. فسابها ورجع يدور ويبحث اكتر ولاحظ ان خط الموت ظهر تاني وبقت حالته سيئة. وقال ان التمثال
الخيال اللي سحب قوته النجمية هو السبب في إن حالته تسوء بالشكل ده، وتوقع إن صاحب الفكرة دي هو شخص عايز يأذيه. ولقى تيان جه قعد معاه، فخبت شانج إيده بسرعة لأنه ما كانش عايز حد منهم يعرف ويقلق عليه، وقام راح للبنت التنين وحاول يستخدم قوته ويحررها بس معرفش، وتعب جدا وقالت له إنه لو قدر يحررها هتنقذه وهتعالجه بشكل نهائي، وشرحت له ده هيتم إزاي بإنها تلبس يشم معين، بس ما كانتش تعرف فين اليشم أصلا. وبنعرف إن اليشم ده مع والد تيان واداهوله علشان يزود بقوته. وأول ما تيان استخدم اليشم حست البنت التنين إن قوتها بتنهار ووقعت في الأرض من الألم، وما فاقتش غير لما تيان شال اليشم. وقالت لتشانج إن كل ما الشخص اللي معاه اليشم دلوقتي هيستخدمه هيمتص جزء من قوتها لحد ما تموت وتختفي. وقطعت خصلة من شعرها وربطتها في إيد تشانج وحولتها لأسورة، وقالت له إنها بكده هتقدر تعرف اللي بيحصل بره. فمشي تشانج من عندها ورجع السكن وفضل يحاول يتدرب على أمل إنه يوصل لنجم قوته الروحية، بس ما قدرش. ومع ذلك ما استسلمش لأن خط الموت في ايده زاد جدا، لو وصل لقلبه هيموت. ودخلت بي هدته وسألته ماله، فغير الكلام وحكى لها عن اليشم وانهم لازم يلاقوه قبل ما البنت التنين تموت، وحذرهم بانهم لازم يعملوا كده في السر، لان الملكة لو عرفت انهم عايزين ينقذوا التنين هتموتهم كلهم لانها عايزة تفضل حبسها لحد ما تموت. وتوقع كمان ان اليشم هيبقى موجود في القصر، فعمل تانج عباية تخفي لبسها علشان يقدر يتحرك من غير ما حد يشوفه، ووقف قدام الحرس يعمل حركات جنونية، وكان فاكر انهم مش شايفينه، بس المفاجأة انهم طلعوا شايفينه وفضلوا يضحكوا على حركاته. ورجع تانج تاني لاصحابه بس بعد ما عرف ان تيان هو اللي معاه اليشم، وقرروا انهم يخدعوه علشان ياخدوا منه. فراحوا قالوا له ان اليشم الحقيقي معاهم هم، واليشم بتاعه هو اللي مزيف، وطلبوا ان الناس كلها تحكم ما بينهم وطلعوا اليشم المزيف. وده استفز تيان جدا، وطلع هو كمان اليشم بتاعه علشان يثبت لهم انه مش كذاب. وظهر من بين الموجودين تانج، وكان مختفي وعامل نفسه خبير في اكتشاف اليشم المزيف، ومسك اليشم من تيان وبدلهم من غير ما حد يحس بيه. بس فجأة شاف كلب فخاف وجري وسخر منهم تيان وسابهم ومشي. وراحت شانج باليشم الحقيقي للبنت التنين، ففرحت جدا وحاولت تستخدمه، بس قوتها الروحية كانت ضعيفة وما قدرتش، فانهارت وقالت له ان ده كان اخر امل ليها. وكانت شانج عايز يساعدها باي شكل، فاستخدم قوته على السلسلة اللي مكتفاها. وصحيح خسر كل القوة اللي بقاله شهور بيكون فيها، بس المرة دي نجح وقدر يحررها. واستخدمت البنت التنين اليشم وخرجت اخيرا، وراحت على السكن وفرحت جدا بيها باي. ولسه هيحتفلوا لقوا تانج جاي ينبههم ان الحراس جايين وراه، فخلت التنين تختفي بسرعة. وفي لحظتها وصل الحراس وكان معاهم والد تيان واتهمهم بسرقة اليشم، وكان عايز يفتش المكان، بس مويو اقنعته انها هتدور في الموضوع بنفسها. وراحت شانج وقف قدام الحيطة وفضل يعزف على الآلة بتاعته، فجت له باي وقالت له انها حطت اليشم في جراب بيخفي قوته، وبكده محدش هيعرف يوصل له. فشكرها تشانج وقال لها انها صديقة وفية، ولولاها كانت حاجات وحشة كتير حصلت لهم كلهم. وبننتقل بالأحداث ليورونج اللي كانت في بلد صغيرة مع شيو، وفجأة تعرضوا لهجوم من الشياطين، وفقدت يورونج وعيها. فوقف شيو وفوقها من ناحية ويحارب الشيطانة من ناحية لحد ما اختفت الشيطانة، وفاقت يورونج فأخدها ومشي. أما تشانج فأخد أصحابه وراحوا لمنافسة الأكاديميات، وكان عدد الطلاب في الأكاديميات المشتركة كبيرة جدا ما عدا أكاديمية جوجياو، لأن المشتركين كانوا 3 بس، تشانج وباي وتيان. وأول اختبار كان قراءة كتاب بسرعة، وتاني اختبار هو حفظ أنماط بسرعة جدا. وطبعا الطلاب الكبيرة الموضوع بالنسبة لهم هيبقى سهل جدا، لأنه كل واحد هيحفظ جزء صغير ويساعد زمايله. ومع ذلك تشانج ما حسش بالإحباط وقرر إنه يجرب. وفوق كل ده لقى حراس جايين يهجموا عليهم، فوقف تيان وباي بعدوهم وسابوا تشانج يركز ويحفظ لوحده. وبعد ما الوقت خالص كان مطلوب من كل أكاديمية إنها تكتب الأنماط، والمفاجأة إن تشانج هزم كل الأكاديميات التانية. وجه ميعاد الاختبار اللي بعده، وكان عبارة عن متاهة عملاقة وقدامهم 4 ساعات بس للخروج منها، وكل أكاديمية لها الحق في إنها تعطل الأكاديمية التانية بأي شكل، لكن طبعا ممنوع العنف والقتل. وأول ما الاختبار بدأ استغلت مويو الفرصة علشان توقع تشانج في فخ جديد، وغيرت مسار المتاهة لحد ما وصلته لمكان مليان جثث. ووصل الحراس واتهموا إن هو اللي قتلهم تاني. ولما دفعت باي عنه اتصابت بسهم سام في رجليها، وبقت مش قادرة تقف على رجليها. فأخدها تشانج ومشي بيها بسرعة لأنه فهم إن الشياطين هم اللي ورا الحيلة دي. وراح قاعد بعيد مع باي ورسم شكل المتاهة وحدد مكان الخروج وشال باي ومشي بيها لحد ما وصل لبوابة الخروج. وهناك لقى أكبر أكاديمية هي كمان وصلت. ولما مويو عرفت إن تشانج وصل لبوابة النهاية كانت هتتجنن، وبعتت قوات من المملكة تقتلهم.
واضطر تشانج إنه يقاتل وهو شايل باي، وحتى ساعد الفريق التاني، وفي الآخر كان لازم حد منهم ياخد العلم، فجاه رئيس فريق تالت هو وتيان وجري علشان ياخد العلم، بس تشانج لحقه وكسر العلم. وبكده علشان يحددوا الفريق اللي فايز يبقى لازم يقتلوا وهم مغمضين عينيهم، وكانت يورونج وشيو هم كمان وصلوا ووقفوا يتفرجوا على القتال ويشجعوا تشانج، وفعلا بدأوا القتال وتشانج هو اللي انتصر وضرب تيان ضرب مهين، فرفض تيان انه يعترف بالهزيمة وطلع سكينة حدفوا بيها في قلبه، فوقع تشانج في الأرض والكل قلبه وجعوا عليه وحسوا كأن الحياة وقفت، بس يا ترى هيموت ولا هيتم إنقاذه؟ وصل تشانج لمسابقة الأكاديميات ووصل للنهائيات وما بقاش فاضل غيره وأكبر أكاديمية في المدينة، وعشان يحددوا الفايز لازم يقاتل قائد الأكاديمية التانية، ووقفوا في مبارزة فردية. كانوا هما الاتنين مراعيين إنهم كانوا أشخاص جيدين مع بعض، فقرر رئيس المسابقة إنه يزود الصعوبة فنزل عليهم مطر، وفهم تشانج إنهم ممكن يستغلوا الفرصة ويستخدموا المية دي في تكوين سحري، وفعلا عمل كده واتحرك بسرعة جدا لحد ما قدر يجي من ظهر القائد ويحط سيفه على رقبته، وبكده كسب المنافسة، وده خلى رئيس الأكاديمية يفرح بيه أكتر ويبعت له علشان يقابله، وفضل يشكر في قوته وذكائه وقال له إنه قدر يرفع من مكانة الأكاديمية ويخليها من أفضل الأكاديميات. بس تشانج كان ليه رأي تاني وهو إنه هيموت قريب، وحكى له على موضوع خط الموت اللي في إيده وقال له إن ده بسبب قوة النجم بتاعه، وإنه كل ده مش لاقيه علشان يسيطر عليه ولازم يعمل كده قبل ما يوصل ل20 سنة وإلا هيموت. وحكى له كمان إنه عارف من البنت التنين إن الطريقة الوحيدة لإنقاذه هو إنه يلاقي مفتاح حديقة زاو، فطلب منه رئيس الأكاديمية إنه يخلي الموضوع ده سر وما يقولوش لحد علشان الخبر ما يوصلش لأعدائه ويستغلوا الموضوع ضده. ومشي تشانج من عنده ولقى الملكة محضرة له احتفال بصفته بطل المدينة، وعينته رئيس أكاديمية جوجيا وكبير الأكاديميات كلها، ولبسته تاج ووقف كل أصحابه شجعوه، بس كمان باقي تلاميذ الأكاديمية تتغاظوا أكتر منه، وأخدته الملكة بعد كده جوه القصر وقالت له إنها زمان قتلت ناس كتير من جوجيا ولأنهم كانوا ضدها، وكملت كلامها بإن إيديها مليانة دم، بس كانت لازم تعمل كده مش علشان تحافظ على عرشها بس، لكن علشان تحافظ على تماسك المدينة وتحميها من الشياطين. فأكد لها تشانج إن مفيش حد يقدر يقف ضدها واستأذنها وخرج، وراحت الملكة على مكان الفضاء اللي مليان نجوم وبعتت ليورونج وعرفتها إن المكان ده عبارة عن إيه وعلمتها إزاي تستغله، وقالت لها كمان إنها هتورثه لها بصفتها طائر الفينق. أما تشانج فأول ما وصل الأكاديمية لأصحابه مستنيينه واحتفلوا بيه، وبعد شوية حس بالتعب فقرر إنه يعترف بتعبه لصديقه تانج، ودار عليه برضه إنه زعلان أو قلقان، بس تانج قرر إنه يساعده وراح سأل مويو عنه، فقالت له إن مفيش علاج ولا حل ولازم يقبل مصيره بالموت لما يوصل لسن 20. فاتصدم تانج إن المرض ده نهايته الموت، ورجع لتشانج وفضل يلوم إنه خبى عليهم حاجة زي كده، وقال له إن الأصدقاء وظيفتهم إنهم يقفوا جنب بعض في الحزن والفرح. فقال له تشانج إنه طول عمره ما كانش ليه عيلة وبيعتبرهم هم عيلته ومش عايزهم يعيشوا في حزن بسببه، وخلاه يوعده إنه ما يقولش لحد منهم. وبعد كده خرج راح قابل يورونج، ولأن الوقت كان متأخر فوقفت كلمته من مسافة بعيدة وما خرجتلوش لأن دي حاجة ممنوعة، وشكرها على كل حاجة عملتها معاه. فقالت له إنه هو أنقذها وهي صغيرة وهتحاول ترد له جزء من جمايله معاها، وكان شيو واقف بيسمعهم من بعيد، وأول ما لقت تشانج سابها ومشي وراح لها هو ادالها إكسير قوة هدية ليها. أما تشانج فرجع للسكن بتاعه وطلع اليشم بتاع البنت التنين وخرجها منه وقدم لها أكل كتير لأنه كان عارف إنها بتحب الأكل جدا، ودي كانت طريقته في إنه يصالحها بعد ما اتحبست جوه اليشم مدة طويلة بسبب انشغاله في المسابقة. وبعد ما صالحته حكت له عن طريقة زو اللي يعتبر في عمرها وتوأم روحها، وطلبت منه لو راح الحديقة بتاعته وقابله يبقى يبلغه إنه موريو عايزة تشوفه، وقالت له إنها هتساعده بكل اللي تقدر عليه علشان يلاقي مفتاح حديقة زاو، ووعدها تشانج إنه هو كمان هيساعدها، واخدها وخرج راح لباقي اصحابه علشان يخرجوا كلهم يدوروا على الحديقة. ومن ناحية تانية كان تيتيان لسه في عداوة مع تشانج ومش بيحبه، فقرر انه يروح لأوضة والده ويدخل لمكان السلاح بتاعه وياخد منها اقوى قطعة علشان يستخدمها في الانتقام من تشانج. وكان تشانج واصحابه لسه في طريقهم للحديقة، ولما حسوا انهم تعبوا والطريق طويل عليهم قعدوا يستريحوا تحت شجرة ودخلوا الغابة علشان يدوروا على اي حاجة ياكلوها. وكان تيتيان وصل لهم ومتخفي
بقناع علشان محدش يعرفه، واستخدم سلاح والده ضدهم، وسهم منهم جه في رجل تانج، فجري تيان مسك تيانيان وفضل يضربه، وقبل ما يكشفوا وشه كان هرب. فوقفوا كلهم ساعدوا تانج وشالوا السهم من رجله. فأخدت شانج واحدة من الأسهم دي وراح بيها للملكة وسألها على نوع السهم ده ولو هي تعرف علاج للسم اللي فيه. فمسكت الملكة السهم وعرفت ان اللي عمل كده هو تيانان، وبعتت جابته ليها وكانت متضايقة منه جدا، وهددته ان لو قرب من تشانج او أكاديمية جوجياو فمش هترحمه لان تانج بين الحياة والموت بسببه. وكانت مويو واقفة، واول ما سمعت كده راحت لتانج علشان تشوفه وتطمن عليه، وكانت حزينة جدا وفضلت تعيط وتحاول تصحيه بس من غير فايدة. واول ما مشيت قررت شانج انه يستخدم نقطة من دمه ويعالج بيها تانج، واول ما عمل كده فاق تانج واسترد صحته بالكامل. وبعد شوية جات له مويو تاني علشان تطمن عليه، فلقيته واقف وراها وما كانتش مصدقة عينيها انه خف واسترد صحته بالكامل، بس بعدها اتضايقت برضه من هزاره اللي متغيرش. وبنرجع تاني للملكة اللي جابت يورونج وقالت لها ان تشانج بقى رئيس الأكاديمية ولازم يحافظوا على حياته ويحموه، وانها كمان ناوية تساعده وتقدم له هدية. ففرحت جدا يورونج ان اخيرا لقيت دعم من الملكة ليها ولخطيبها، وبعتت له رسالة علشان تجيبوا القصر. وكل اصحابه فرحوا جدا بالمكانة اللي بقى فيها تشانج وقدموا له هدايا كتير، فاخدها منهم وراح ليورونج، واللي دخلته الوحدة لجناح دينجشو علشان يتدرب ويقرا ويزود قوته لاعلى المستويات. وهو كان فرحان لانه شاف ان دي فرصة ممكن تساعده ويعالج بيها نفسه، وده الكلام اللي قاله تانج لباقي اصحابه. واول ما الاميرة باي ما سمعت الكلام ده حست انها قلقانة جدا على تشانج وكانت عايزة تدخله، بس يورونج منعتها وقالت لها ان ممنوع دخول اي حد. وبنشوف تشانج اللي فضل يدور في الاوضة بين كل الحاجات الموجودة، فلقى صندوق فيه كتاب من النحاس، وكان مكتوب في الكتاب ان الانسان ما يقدرش يحارب مرضه ولا يهرب منه الا لو تواصل مع قوة نجمته وسيطر عليها، ودي موجودة في السماء. وفضل تشانج يفكر في الكلام اللي في الكتاب، فطلع يشمل بنت التنين وخرجها منه وطلب منها تساعده، وقعد يتدرب ويمارس تمارين التأمل وحاول انه يوصل لنجم روحه اللي في السماء، بس ما قدرش وتعب جدا. والمرة دي حصلت له جروح خطيرة وصوت صراخه من الألم وصل للي واقفين برا الأوضة. وكانت باي عايزة تدخله بس برضه يورونج منعتها تاني وقالت لها انها ما تقدرش تدخله، بس هتدخل هي تطمن عليه وتطمنها. ولما البنت التنين حست بيها استخبت على طول جوه اليش، ودخلت يورونج لقت تشانج مغمى عليه وواقع على الأرض، فجريت عليه قعدته واستخدمت قوتها عليه لحد ما فاق، وطلبت منه ما يعملش ده تاني لانه صعب يلاقي النجم بتاعه وممكن جدا يأذي نفسه بالطريقة دي. فاضطر انه يعترف لها بمرضه وانه بيعمل كده علشان ما يموتش لانه مش عايز يبعد عن البنت الوحيدة اللي حبها في حياته. وكانت باي واقفة بره المكان سمعاهم من ورا الباب، فزعلت جدا من كلام تشانج وبعدت. اما يورونج فوعدت تشانج انها مش هتسيبه يموت وهتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تنقذ حياته. ولما شيو شاف باي وهي خارجة زعلانة خاف انه يكون في حاجة غلط، وجري على تشانج لما لقى تعبان واداله حبوب علاجية. ورجعت يورونج على اوضتها وفضلت تفكر في كلام تشانج وتسترجع كل اللي قاله لها، ووعدها ليه بانها تدور على علاج وطريقة تنقذه بيها. فطلعت تجري عليه ولقيت باي عنده، وغالبا كانت ناوية تعترف له بس ما لحقتش وقطعتهم يورونج. وقالت له يورونج انها جاية تقول له ان في شخص اسمه مي ده هيساعده انه يستخدم القطعة الحجرية اللي لقاها في الجنينة وممكن منها يوصل لمفتاح زاو. وبعد ما قالت الكلام ده مشيت على طول، وكان باين عليها انها متضايقة جدا. ورجعت لقصر الملكة ودخلت معاها لأوضة الفضاء، وكانت مستغربة ان الملكة دايما بتدخل الأوضة دي وبتقضي فيها وقت طويل. وسألتها كمان عن سر الخاتم اللي بتلبسه مخصوص وهي داخلة المكان ده، فقالت لها الملكة ان الخاتم ده بتسيطر بيه على النجوم وليه القدرة كمان انه يدمر اي نجم في السماء، وطبعا صاحب النجم هيموت. فاتصدمت يورونج جدا من كلام الملكة وانها ممكن تنهي حياة الناس بسهولة. وبننتقل بالاحداث عند اخو تانج الخاين اللي كان في المحل بتاع والده، وجاله واحد من العمال اداله رسايل ومشي، وكان عمال يتلفت يمين وشمال علشان محدش يشوفه، ومع ذلك معرفش ان في حد ماشي وراه وبيراقبه. وبنرجع تاني للاحداث اللي بتحصل جوه قصر الملكة، وقالت لمويو انها لازم تروح لمكان اسمه تيانشو وتتاكد انه مكان امان وما فيهوش قوات من عشيرة الشياطين، لانها رايحه ومش عايزه تتعرض لاي خطر. فقالت لها مويو ان المكان ده فيه شخص اسمه ماي، وده نفس الشخص اللي بتدور عليه يورونج، وراحت نفذت اوامرها. وتاني يوم كان طلاب الاكاديميه الكبيره واكاديميه جيجياو متجهين لتيانشو بناء على اوامر الملكه، لكن ما كانوش يعرفوا السبب.
وبعد رحلة طويلة وصل تشانغ لتيانشو وفضل يتجول في المكان ويستكشفه لحد ما لقى بيته وفضل يدور على سكانه، لكن ما لقاش حد فقعد يرتاح. وجت واحدة عجوزة من وراه وكانت متضايقة من وجوده، وراح تانج وقف معاه وطلع يعرفها وقال له إنها ماي. فاتفاجئت شانج إنها نفس الشخص اللي كان بيدور عليه وكان فاكرها راجل أساسا. وأول ما ماي عرفت إن تشانج هو الشخص اللي فاز في اختبار الأكاديميات اتفاجئت هي كمان وقالت له إن شكله بيقول إنه شخص ضعيف وما يصلحش إنه يكسب أي مسابقة. ولما عرفت إنه رئيس أكاديمية جوجياو فكرته بيكذب لأن الأكاديمية اتقفلت واختفت من زمن بعيد. ففهمها تشانج إنه قعد فتحها وتعلم ودرس باجتهاد بطريقة التعليم الذاتي لحد ما عرف حاجات كتير ومستواه بقى عالي في الفنون القتالية. وبص تشانج لقى تانج وسأله يعرفها منين، فقال له تانج إنها مشهورة جدا وكانت التلميذة رقم 1 عند المعلم بو. وقالت له مي إن بعد ما معلمها مات جت عند قبره وفضلت تتدرب واعتزلت العالم كله علشان تفضل دايما في المركز الأول. وحاولت شانج معاها علشان تغير فكرها وقال لها إن الحياة دايما مكسب وخسارة والمركز ده مجرد أرقام مش أكتر. بس هي ما اقتنعتش وقالت له إن عمرها ما هتقبل الهزيمة أبدا ولازم تبقى في الصدارة. وشكرت إنه بيحاول ينصحها بالخير وقالت له إنها هتساعده وهتخليه يعدي من حارة تشانشو وسابته ومشيت. ولما قرب منهم تانج وعرف اللي هي ناوية تعمله قال عليها إنها أكيد اتجننت لأن الحارس ده قوي جدا وهزمها قبل كده، وعشان كده هي رايحة له علشان تاخد بطارها منه وتثبت له إنها الأقوى وباللي هي بتعمله ده هتموت. وراحوا وراها علشان يشوفوا اللي هيحصل معاها، فلقوها دخلت معركة مع الحارس عن طريق فصل الأرواح. وبعد معركة طويلة وشرسة اتعرضت مي للطعن وماتت وهي بتبتسم. ولما تشانج وتانج شافوا الجثة دفنوها ورجعوا على بيت مي فقعدوا فيه وجازرهم طلاب من الأكاديمية الكبيرة. وبعد مقابلتهم الأخيرة مع بعض بقوا أصحاب كويسين جدا مع بعض، وأخدوا من البيت فرش وبطاطين علشان يناموا عليها وقعدوا أكلوا مع بعض. وبعدها قاموا يدوروا في البيت على أي حاجة تساعدهم في حل لغز قبر تيانشو. فلقي تانج كتاب فيه أنماط وكلام كتير ما حدش فهم منه حاجة. وتاني يوم راح الكل قعد قدام القبر على أمل إنهم يحلوا اللغز ما عدا تشانج. فضل قاعد في البيت يقرأ الكتاب لحد ما اكتشف إن في مكان تاني مخفي ومحدش شافه ولا وصل له غيره. فراح له وقعد يتأمل عنده وحاول يوصل لنجم روحه وما حاسش إن الطلاب التانيين اللي عند القبر ظهر لهم شياطين وقتل عدد كبير منهم. ووصل واحد من الشياطين لمكان تشانج بس قبل ما يأذيه كانت يورونج وصلت ومنعته من الوصول ليه ورفعت سيفها عليه. وفضلت تقاتله لحد ما ضربها ضربة قوية وقعها بيها وباقي الشياطين كانوا بيقتلوا الطلاب. وفي اللحظة دي كانت الملكة واقفة تراقب النجوم وشافت نجم بيلمع جدا ومشرق، ومش هي لوحدها اللي شافته لكن كل اللي بيبص في السماء في الوقت ده شافه وقالوا عليه نجم جميل جدا من كتر ما كان بيشع نور. وبنرجع تاني لتشانج اللي حس ان يورونج في خطر ففاق ووقف في وش الشيطان وطلع قوة كبيرة جدا فخاف منه الشيطان واختفى. والشياطين التانية كمان وصلت لهم قوته فترعبوا وهربوا بسرعة قبل ما يتأذوا. وساعدت شانج يورونج وقومها من الأرض بس جرحوها وكانت جرح خطير وما قدرتش تقوم معاه فشلها وجري بيها على قصر الملكة علشان شيو وميو يساعدوها. ولما شي لقاها كده اتضايق من تشانج واتعامل معاها على انه السبب فتجاهلوا تشانج ونيمها على سريرها وفضل جنبها يقيس لها النبض. وبعدها خرج يدور على أعشاب يعالجها بيها لحد ما لقى نبات نادر اسمه أزوسا وده حلو جدا لعلاجها. بس بمجرد ما مسكه جت شيطانة وخفته. فرجع تشانج على البيت وهو حزين وقال لمويو ان العلاج اختفى من ايده ومش عارف يعمل ايه. فانهارت من العياط وسابته وخرجت فجرحت شانج نفسه وادى ليورونج نقطة من دمه. وكانت مويو رجعت تاني وطلبت منه يروح يدور على علاج هي هتفضل جنبها. وللأسف بعد ما نزف كده بقى هو كمان مريض وضعيف. وفضل أصحابه جنبه بيرعوه وبيخدموه لحد ما ناموا جنب سريره في الأرض من التعب. ولما فاق خرج من غير ما حد يحس بيه وراح على المكتبة. وبمجرد ما طلع النهار كانت يورونج استردت صحتها بالكامل وراحت تطمن عليه فلقت كمية كتب كبيرة جدا في كل حتة على الأرض حواليه. ولما شافتها قال لها إن حالته ساءت أكتر من الأول وإنه موته خلاص قرب وعشان كده عايز يرجع الجبل ويعيش الأيام اللي فاضله له في عمره مع المعلم يورين. فقالت له يورونج إنها هتروح معاه لأي مكان وهتعيش معاه في المكان اللي يحبه. وراحت شانج حضر حاجته علشان يمشي ولما بقى عرفت جريت عليه وفضلت تعيط بس هو مسح دموعها وطلب منها ما تعيطش تاني أبدا. ولقى يورونج هي كمان معاها شنطتها وقالت له إنها قالت له قبل كده إنها مش هتسيبه أبدا وهتروح معاه لأي مكان. ومن ناحية تانية كان تانج عرف إن في حاجة مشبوهة كتير بتحصل في عيلته فراح واجه والده واللي اعترف له إنه هو وأخوه متعاونين مع طائفة الشياطين مقابل امتيازات كتير وقال له إن الأعمال التجارية لازم تتم بالطريقة دي. فزعل منه تانج وراح اتكلم
اتكلم مع أخوه واللي كان رأيه من رأي والدهم، وقال له إنه هدفه إن العيلة تبقى أغنى عيلة في المدينة كلها. فاتصدم تانج من كلامه لأنه ما كانش فاكر إن ثروتهم دي جاية في الحقيقة من الشغل مع الشياطين. وفي اللحظة دي كانت شانج ويورونج وصلوا الجبل واستغربوا جدا لما ما لقوهوش حد خالص، حتى الجو في البيت كان كأنهم مشيوا من فترة كبيرة. وبدأت شانج يقلق عليهم لأنه كان عارف إنهم مش هيمشوا أبدا من المكان، وحاولت يورونج إنها تهديه، بس شانج قال لها إن ما بقاش فاضل قدامه وقت طويل، وكان عنده أمل إن المعلم يساعده ويقول له على طرق تانية للعلاج. فطلبت منه يورونج ما يقلقش وإنهم أكيد هيلاقوا طريقة مع بعض ممكن تساعدهم. فشكرها شانج على مساعدتها النفسية ليه، وقال لها إنه لو وجودها جنبه كان زمانه جرى له حاجة. ويورونج خلاص ما بقتش مهتمة لا بتدريبات ولا بوظيفتها مع الملكة. ويشم التنين اللي معاه بدأ ينور، وخرجت منه البنت التنين ومشيت بعيد عن تشانج لما لقيته مشغول. وهي قاعدة في الغابة قابلت يورين صديقة شانج وأخدها معاه، ورجع على البيت. وأول ما لقت شانج هناك حضنه وفرح جدا برجوعه ليهم، وعرفوا تشانج على يورونج وفكروا بيها بإنها صديقتهم القديمة طائر العنقاء يورونج. وسألوا تشانج عن السبب اللي خلاهم يسيبوا البيت، فقال له يورونج إن هو والجد فعلا سابوا البيت بس ما يعرفش السبب، لأن الجد هو اللي طلب منه كده. ففيهم يورين إنهم أكيد مشيوا بسبب الحماية مثلا، لكنه كان دايما حاسس إن تشانج هيرجع تاني، وعشان كده كان بيقف يستنى رجوعه هو أو رجوع المعلم في الغابة. وفرحت تشانج إن صديق عمره اللي زي أخوه كان فاكره دايما ومش نسيه. وفضلوا قاعدين مع بعض يحكوا لحد ما الوقت اتأخر وكل واحد منهم دخل يرتاح. بس تشانج نور شمعة ولف في البيت، وهو بيعدي المكان الشمعة لاحظ إن في ورقة وراها، أخدها ولقى فيها رسمة تقنية سايبها له الجد، فقعد يجربها. وقتها تعب جدا وفقد وعيه، ودخلت يورونج ساعدته، ولاحظت ان حالة تشانج سائد جدا وخط الموت انتشر في جسمه كله. وقرر انه ياخد يورونج ويرجع تاني للمدينة لان مفيش فايدة من وجوده في المكان ده. وقام الصبح من بدري حضر نفسه وودع يورونج واخد يورونج ومشي. ومن ناحية تانية بنشوف باي وهي قاعدة مع والدها ووالدتها الحقيقيين، وبيكتشف ان باي صحتها اتحسنت جدا، وكان مش فاهم ازاي ده حصل. فقالت له ان ده بفضل المعلم تشانج اللي عالجها وساعدها في تدريباتها. بس والدها ما اقتنعش وكان خايف ان اللي حصل ده يكون ليه نتيجة عكسية، لان محدش بيقدر يحارب المرض ولا يهرب منه. بس ده ما كانش رأي تشانج ابدا اللي كان عمال يحارب ويقاوم. وراح لرئيس الأكاديمية وعرض عليه فكرة ممكن تساعده وتكون السبب في علاجه. بس رئيس الأكاديمية فهمه ان دي حاجة مستحيلة، لكن برضه تشانج ما استسلمش وقرر انه يجرب، وكمان يدور على مفتاح حديقة زاو على امل انه يساعده في حل مشكلته. واخد يورونج وحاولوا يعيدوا ترتيب الأحجار اللي في أرضية المكتبة لحد ما وصل لترتيب عمل بيه خريطة بتوصل لمنطقة تيان ليانج. وراحت يورونج بلغت الملكة بكل حاجة وصلوا لها، وانهم شاكين ان مفتاح زاو في منطقة تيان ليانج، وده المكان اللي فيه توأم روح البنت التنين. وفي اللحظة دي كان تانج واقف مع والده وهو متضايق، وبيقول له ان لازم يغير السياسة اللي ماشي بيها، لان الملكة لو اكتشفت اللي هو بيعمله هتتهمهم بالخيانة وهتحكم على العيلة كلها بالإعدام. فضربوا والده بالقلم على وشه وطرده من البيت، وقال له انه مش خاين وكل اللي بيعمله ده علشان مصلحته هو واخوه. فقعد تانج على ركبته واعتذر لوالده لو ضايقه، وقال له ان من النهارده هيبعد عن العيله خالص. وقام وقف ومشي، ومن كتر الحزن اللي والده حس بيه فقد وعيه ووقع على الارض. وجاله ابنه الصغير ساعده، فقال له والده ان تانج بقى ولد عاق، وطلب منه يعلن في السوق للكل انه هيقطع العلاقات معاه للابد، ومن النهارده ما بقاش ابنه. وفعلا انتشر الخبر ده في المدينه كلها، ولما اتعرف موضوع خيانته هو وابنه الصغير اتقبض عليهم وما اتقبضش على تانج. وفهم تانج ان والده اتبرى منه وسط الكل علشان ينقذ حياته، وبقى حزين وزعلان جدا على النهاية اللي وصلت لها عيلته. ومش هو لوحده اللي كان حزين، لكن كمان تشانج اللي كان عمال يسعى ويدور على مفتاح حديقة زاو، وراحت معاه يورونج وكمان شيو. لكن تانج كان مشغول في انه يجمع كنوز عيلته واخدها اخيرا. ووصل تشانج مع مويو ويورونج لمنطقة تيان ليانج، ولقوا واحد من الشياطين واقف مستنيهم، ففكروا في حيلة تبعدوا عنهم، وهو انهم يعملوا نفسهم لقوا المفتاح ويدوه لشيو قدام الشيطان فيتخدعوا ويفكروا حقيقي ويروح علشان ياخدوا منه فيشغلوا شيو بعيد عنهم وهم يدوروا على المفتاح الحقيقي. وفعلا بدأوا ينفذوا، وفضل شيو يقاتل الشيطان. أما تشانج فطلع الآلة السحرية بتاعته وعزف عليها، فظهر نبات من تحت الأرض، فمد تشانج إيده أخده، وبمجرد ما لمسه لقى روحه دخلت جوه النبات، وكان جواها عالم كبير جدا وفي شخص واقف وقال له إنه اسمه زوفو، وإنه عشان أقوى شخص في العالم، لكن دلوقتي هو مات. وقرب من تشانج خنقه وسأله جاي وراه ليه وعايز منه إيه. ففهمه تشانج حكايته وإنه
بيدور على علاج ليه لأنه مش عايز يموت. فقال له زوفو إنه هيساعده ومسك إيديه الاتنين ونقل له زي شحنات كهربية وبعدها اختفى وخرجت روح تشانج من الزهرة ورجع تاني لجسمه. وأول ما فاق قال ليورونج إنه خلاص عرف إزاي هيفتح حديقة زاو، وقال الكلام ده وما أخدش باله لا هو ولا يورونج إن في شيطان واقف قريب منهم وبيتجسس عليهم وهاجمهم بقوة. بس لحسن الحظ قدروا يهربوا منه ويستخدموا النقل الآني وظهروا في مكان تاني بعيد عنهم وقابلوا شيو وكملوا طريقهم هم الثلاثة مع بعض. وفي المدينة كانت باي لسه مع والدتها اللي قالت لها إن هي ووالدها ضحوا بحاجات كتير لملكة الوحوش علشانها هي، وإنها لازم تسمع كلامهم وتتدرب بالطريقة اللي يحددوها لها وبس. وفضلت باي تسمعها وحسستها إنها هتسمع كلامها، لكن الحقيقة إنها كانت ناوية تهرب من البيت. وبمجرد ما والدتها خرجت من الأوضة بعتت باي يشمل تان علشان يساعدها على الهروب، وفعلا راح لها تيان على طول وأخد باله علشان ما حدش يحس بيه، لكن برضو الحراس شافوه ومنعوه من الدخول ورفعوا عليه السلاح كمان. فبعت تيان السيف اللي على رقبته وقال لهم انه هيمشي في هدوء، ولسه بيرجع بظهره لقى واحده تبع باي اخدته ليها. واول ما باي شافته حاطت ايديها على بقه على طول قبل ما يتكلم وصوته يطلع وحد يحس بيه، واخدته وهربت معاه. بس للاسف قبل ما يبعدوا كان والدها حس بيهم واخد الحراس بتوعه ووصلوها هي وتيان وطلب منها ترجع معاه للقصر، وما كانش قدامها حل غير انها تسمع كلامه. وقعدت حزينه في القصر، ولما والدتها راحت تطمن عليها ترجتها باي انها تسيبها وتمشي وتساعدها على الهروب، لأن تشانج تعبان جدا وممكن يموت في أي وقت، وهي عايزة تكون جنبه لما يرجع زي ما هو كان جنبها وساعدها كتير. فتعاطفت والدتها معاها وراحت لزوجها وطلبت منه يسيب باي تمشي وتروح المكان اللي هي عايزاه. فقال لها الأب إن تشانج مش هيقدر يغير مصيره ولا يعالج مرضه وآخرته هي الموت، فبيعمل كده مع بنته لأنه مش عايزها تبقى حزينة ولا تضايق نفسها. فقالت له والدتها إن تشانج في كل الحالات هيموت، ولما الخبر يوصل لباي برضه هتزعل عليه وهتزعل أكتر منهم لأنهم حرموها من وداعه. وفضلت تتحايل عليه انه ما يزودش حزنها لحد ما وافق. فرجعت تاني لباي وبلغتها ان والدها وافق انها تمشي، ففرحت جدا باي وحضنت والدتها وشكرتها. بس قالت لها والدتها ان في شرط لازم تعمله قبل ما تمشي، وهو انها تعدي من حديقه فيها وحوش وشياطين. فوافقت باي واختفت هي وتيان علشان يعرفوا يعدوا من الحراس. وفي نفس اللحظه دي كانت يورونج وصلت للملكه علشان تديلها المفتاح وتقول لها وصلوا لايه. ولما الملكه مسكت النبات بايديها طلبت من موريو انها تبلغ كل طلاب الاكاديميه الكبيره بانهم يستعدوا علشان يروحوا لحديقه زاو. وفعلا الكل استعدوا وفتح لهم تشانج بوابه توصل لهناك، وجا هو كمان يدخل معاهم جالو تانج واداله سلاح سري خاص بعيلته علشان يساعدوا في رحلته. وللاسف الشياطين هم كمان كانوا في الحديقه واقفين مستعدين للهجوم على الطلاب ومحضرين لهم فخ، وبقوا يخطفوا منهم واحد ورا التاني من غير ما الطلاب تاخد بالها. وكان تشانج واقف لوحده وبيستكشف الحديقه، ولقت البنت التنين ظهرت له وهي حزينه جدا لأن والدها مات واتدفن في الحديقة، وافتكرت الذكرى المؤلمة دي وفضلت تعيط. ووقفت تشانج يواسيها وما كانش حاسس باللي بيعملوا الشياطين في باقي الطلاب، لحد ما جالوا 2 منهم وحذروه ان الشياطين مالية المكان وبتقتل كل اللي قدامها، واخدوه ومشيوا. لما ظهر لهم الشياطين تاني وقفت تشانج وبذل كل قوته لحد ما قضى على عدد كبير منهم، وطلب من الطلاب انهم يتفرقوا في المكان ويحاربوا الشياطين المنتشرين في الحديقة. وقال لقائد الأكاديمية الكبيرة ان الافضل لو يبعت اشارة تحذير لباقي الطلاب. وفعلا قائد الأكاديمية الكبيرة خلى البنت المساعدة تبعت إشارة في الجنينة كلها. وللأسف الشياطين ما اكتفوش بالهجوم القتالي، لكن كمان لجأوا للهجوم العقلي وحاولوا يسيطروا على دماغ يورونج، لكنها قدرت تسيطر على الشياطين وتهاجمهم بالأسهم بتاعتها، وكانت قوتها كبيرة جدا وقضت عليهم ومشيت. وشيو هو كمان كان موجود وبيقاتل واحد من الشياطين لحد ما انتصر عليه وقتله. ووقتها اكتشف ان ده كان خداع عقلي من الشياطين وخلوا الطلاب يقتلوا بعض وبيتهيأ لهم انهم بيقتلوا الشياطين. ولما شيو عرف انه قتل طالب زميل ليه كان هيتجنن وهين عليه يقتل نفسه، وبقى واقف خايف ومفزوع. ولما لقى واحد من الشياطين واقف قدامه حاول يهجم عليه، بس شيو كان اضعف بكتير وما عرفش يعمل له حاجه. وبقى الشيطان عمال يختفي من قدامه ويظهر تاني، وخلاه يتخيل ان يورونج قدامه وبتطمن عليه، واعترفت له بحبها كمان. وكان الشيطان ده مش مجرد شيطان عادي لكن ملك الشياطين، عشان كده قدراته مش محدوده. وطلب من المساعده بتاعته انها تكمل مكانه، فخلت شيو يتخيل انه اتجوز يورونج، وبعدها فوقته وقالت
له إنها بتحبه، بس هو قال لها إنه بيحب يورونج وعمره ما هينجذب لشيطانة زيها وضربها. وكانت صدمتها فيه كبيرة وقالت له إنه غبي وإنها هتخلي يورونج تكرهه زي ما هو بيكرهها، وسابته واختفت. وحوله ملك الشياطين لشيطان حتى في شكله، وتحولت عينه للون الأحمر. وفضل شيو يستنجد بأصحابه علشان يلحقوه، بس للأسف ما حدش حس بيه لأن معظمهم كان مصاب بجروح خطيرة، وتشانج كان معاهم بيعالجهم هو ويورونج. وبعد فترة لما حسوا بغيابه خرجوا يدوروا عليه، ولما لقوه جريت عليه يورونج عشان تطمن عليه، بس شيو فجأة هجم عليها وضربها. ووقف شيو بمظهره الشيطاني والشياطين كمان حواليه، ولما جه تشانج يهاجمه مسكوا شيو ضربه ووقع منه سيفه والسلاح اللي اداهوله تانج، ووقف على ايده علشان ما يعرفش ياخدهم. ولما جه قائد الأكاديمية الكبيرة شاف المنظر ورفع سيفه هو كمان على تشانج وهاجمه بيه، ولولا ان تشانج قدر يسحب سلاح تياليه واللي حوله لشمسية حماية حمته من الضربات واخدها وطار بيها بعيد عنهم. ولما اتأكد انه بعيد خالص وقف يرتاح، فخرجت البنت التنين من اليشمة علشان تطمن عليه، وبالصدفة شافت الشمسية فتحتها وورت له ان جواها سلاح، وكانت عارفاها لان والدها مات بنفس السلاح ده، فخلاها تشانج توعده انها لا تتهور ولا تأذي حد لحد ما يعرفوا الحقيقة كاملة. وقال لها انه لازم يدور على يورونج ويطمن عليها. وكانت يورونج محاصرة من مساعدة ملك الشياطين، ووقفت تقاتلها لمدة طويلة، وللأسف اتجرحت، بس لحسن الحظ انها قدرت تهرب منها وهي ماشية ومش قادرة، حست ان في حد بيقرب منها فهجمته بسيفها، بس لقيته تشانج فهديت ونزلت سيفها، وهو سندها وقعدها وادالها حبوب علاجية علشان تسترد بيها قوتها وجروحها تخف بسرعة، واخدها ومشي بيها علشان يخرجوا من الحديقة دي قبل ما الشياطين تهاجمهم تاني. وبعد ما مشيوا شوية قعدت يورونج ترتاح، وهو فتح لها الشمسية علشان يحميها من الشمس، فلقى الشمسية بتشد المكان، ولأنه هو ويورونج أشخاص فضوليين وبيحبوا يستكشفوا كل حاجة ومتعتهم في إنهم يكتشفوا أسرار الأماكن ويحلوا الألغاز، فقرروا إنهم يمشوا ورا الشمسية ويشوفوا هتوصلهم لفين. ومن ناحية تانية بنشوف أصحاب تشانج وهم واقفين في مقر أكاديمية جوجياو، وقرروا إنهم يرتبوا الحجارة الأثرية اللي في الجنينة على أمل إنهم يوصلوا لحاجة هم كمان. وقفت باي في نص الأحجار علشان تحركها، وبمجرد ما حجر واحد اتحرك اختفت، ولقت نفسها في نفس المكان اللي وقف فيه تشانج ويورونج في حديقة زاو. ففرحت جدا وقالت لهم إنها فهمت إن علشان تدخل الحديقة لازم تمر من حجر، وبكده يقدروا يخرجوا بنفس الطريقة. ووقفت عند حجر في الأرض ولقت نفسها رجعت تاني لأصحابها في الأكاديمية، وطلبت منهم يجربوا يحركوا الأحجار تاني، بس المرة دي مفيش أي حاجة حصلت. وطلعت تشانج الشمسية علشان توجههم تاني للمكان اللي المفروض إنهم يروحوه، بس برضه ما حصلش حاجة. وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا البوابة عليها ختم وما كانتش بتفتح أبدا، فجربت تشانج عليها الشمسية وكانت تجربة ناجحة، واتفتحت البوابة ودخلوا منها وتجولوا في المكان، ولقوا المكان مليان بالأسلحة خصوصا السيوف اللي ملهاش عدد من كترها. ودخلوا أوضة تانية ولقوا فيها تابوت، وحست تشانج إن الكرة الشمسية اللي في إيده بتومض، فقربها من التابوت وفجأة لقوا نفسهم اتنقلوا لمكان تاني، وده كان فيه كنز غالي جدا وثمين، وكان ملك الشياطين وراهم ودخل هو كمان عند التابوت. وأول ما فتحوا خرج له منه تشانج ويورونج، فسابهم واختفى وخرج عند أصحاب تشانج اللي كانوا لسه محتارين في الأحجار الأثرية وما كانوش عارفين يعملوا إيه. ولسه تيان بيمسك حجر من اللي على الأرض علشان يضربوا بيه، كان ملك الشياطين رجع تاني لحديقة زاو، ولقى شيو هناك كان بيدور على يورونج، فحاول يقنعه إنه يجي معاه ويبقى عضو في طائفة الشياطين مقابل امتيازات كتير، وسابه ومشي. فرجع شيو لطلاب الأكاديمية وحاول يقنعهم بالانضمام لعشيرة الشياطين، بس قائد الأكاديمية المرة دي ما عجبوش الكلام وما كانش مصدق ان ممكن شيو يبقى جاسوس للشياطين، وبدأ يسأل عن تشانج ومكانه، وكان خايف ان شيو او الشياطين يكونوا اذوه. وللأسف كان خوفه في محله لان مساعدة ملك الشياطين ومعها حراسها حصروهم في كل اتجاه. ولما تشانج قرب يهزمهم ظهر لهم ملك الشياطين ووقع السيف من ايده، بس تشانج ما خافش ولا استسلم وقال له انه هيفضل يقاوم ويحارب بشرف لحد ما يقضي على الشر اللي هو زعيمه. والغريب ان واحد من السيوف اللي كانت مالية المكان طلعت من مكانها وطارت لحد ايد تشانج، فمسكه وقام وقف وقاتل من جديد وهو كله عزيمة وإصرار، وبدل ما يحاول يهرب قرب منه بالسيف اللي في ايده ورفعه لفوق ونزل عليه بكل قوته عليه، وكان فاكر انه بكده هيقضي عليه. بس اللي حصل ان ملك الشياطين هرب واختفى وظهر تاني فجأة وضربه ورماه في الجو طيره وبعدوا عنه خالص، فخرج سيف جديد من أوضة الأسلحة وطار لحد ملك الشياطين ووقف يقتله لحد ما تشانج وقف من تاني ورجع يقتله معاه، فضربوا تاني ملك الشياطين وكسر السيف
وقف كمان. وكانت يورونج كل ده لسه بتقاتل مساعدة الملك وحراسها، فراحت وقفت مع يورونج وهم وقفوا مع الملك، فخرجت كل السيوف من مكانها وطارت واتجهت على الشياطين قتلتهم. وتشانج كان متحكم في السيوف كلها جمعهم وهجم بيهم على الشياطين وسبب لهم جروح كتيرة، فاختفوا وهربوا من قدامه. وفي اللحظة دي كان أصحاب تشانج نظموا شكل الحجارة الأثرية بطريقة معينة خلت حديقة زاو تتزلزل بكل اللي عليها، واتفتحت بوابة سحرية سحبت لها كل طلاب الأكاديمية. أما تشانج ويورونج فدخلوا تاني عند التابوت ولقوا حجارة لونها أسود بتتشكل وبتعمل أنماط كتيرة، وفهمت تشانج إن ده شكل النجوم الروحية واللي بيها هيقدر يسيطر على النجم بتاعه، فوقف حفظ كل الأنماط وكان المكان خلاص بينهار، فمشي منه بسرعة هو ويورونج ودخلوا في بوابة نقلتهم لجبل جايا، وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا المدينة فاضية وما فيهاش أهالي خالص، فاختاروا منها بيت ودخلوا استريحوا فيه. وقرر تشانج إنه يجرب يوصل لنجمة، فقعد يتأمل وفضل يفتكر شكل الأنماط اللي ظهرت له بالأحجار، وحاول إنه يوصل للنجم بتاعه بس ما عرفش يعمل كده خالص. وقال ليورونج إنه حاسس إن في شخص رتب النجوم بشكل متلف وكأنه حبس النجم بتاعه وسط النجوم علشان ما حدش يعرف يوصل له. وفكرت يورونج في كلامه وافتكرت إن الملكة هي اللي بتقدر إنها تتحكم في النجوم، بس ما توقعتش إنها ممكن تكون عملت كده. وفي الوقت ده بنشوف طلاب الأكاديمية الكبيرة اللي كانوا في الحديقة بعد ما قدروا إنهم يرجعوا تاني بأمان للأكاديمية، وكانوا قلقانين على تشانج لأنه كل ده لسه مرجعش، وخصوصا باي اللي كانت عايزة تروح له بأي شكل، فطلب منها العم كيم إنها تعقل وتبطل تهور وهو أكيد هيرجع قريب. وبنشوف ملك الشياطين اللي ما سابش شيو وفضل يلح عليه إنه يتعاون معاه، وفي الآخر هدده لما يساعده وياخد خريطة النجوم من تشانج ويسلمها له أو هيفضح سره وهيقول قدام الكل إنه قتل طالب من الأكاديمية، فاضطر شيو إنه يوافق. وراح اتكلم تاني مع قائد الطلاب في الأكاديمية الكبيرة وحاول يقنعه إنه ينضم ليه، وقال له إنهم لازم ينتقموا من تشانج علشان يقضوا عليه، ويفكروا شيو بمكانته إنه قرب جدا من الملكة ولو قال كلمة الكل هيصدقه، والأفضل ليه إنه يكون في صفه بدل ما يبقى ضده وقتها هيبقى عدوه. وسابه ومشي خرج لباقي الطلاب وقال إنه شاف تشانج وهو بيقتل واحد من طلاب الأكاديمية، وفعلا الكل صدقه. وبعد ما كانوا بيسألوا عليه لأنهم قلقانين يكون حصل له حاجة بقوا يسألوا عليه علشان ينتقموا منه لأنه قاتل ومجرم. بس كان في واحدة من الطلاب شاهدة على اللي حصل لشيو في حديقة زاو وعارفة انه انضم لطائفة الشياطين وحتى هاجمها كمان وهي جيان، وعشان كده كان عايز يقضي عليها علشان يضيع آخر دليل ضده. ولما عرف مكانها وانهم انقذوها دخلها الأوضة بتاعتها وهي نايمة واستخدم قوته الشيطانية علشان يضربها بيها، لكن فاق لنفسه وحس ان اللي بيعمله ده غلط كبير، فتراجع ولما فاقت لقت الطالب هان جنبها وقالت له ان تشانج بريء وشيو بقى جاسوس للشياطين ومش لازم حد يسمع له. وبرده كانت مستغربة لسه ان تشانج مرجعش وان محدش كان يعرف انه لسه في الصحراء مع يورونج ومش عارفين يخرجوا من الصحراء. ولما تعبوا من المشي قعدوا يرتاحوا، فقرر تشانج انه يحاول تاني يوصل للنجم، وفعلا لقاه وقبل ما يوصل له كان حد غيره موقعه تاني. وقال ليورونج الكلام ده وكانت حالته اتأخرت خالص، وحتى يورونج شافت خط الموت قرب يوصل لمخه وما كانتش عارفة تعمل ايه، وكان الكل عايز يأذي تشانج وينتقم منه. وراح ملك الشياطين استعان بشيطان تاني قوي وشرير اسمه ريكي علشان يقضي على تشانج، واللي محدش كان يعرفه ان تشانج هيموت لوحده. وده اللي لاحظته يورونج ان حتى حواسه بدأت تتعطل لدرجة انها ادت له اكل حر جدا وهو ما كانش حاسس بيه، فخبت عليه واتعاملت بشكل طبيعي معاه علشان نفسيته ما تتعبش ولا يتضايق، وقالت له انهم ممكن يتسلقوا الجبل اللي قدامهم علشان يخرجوا من المكان ده. وبنرجع تاني لشيو اللي كان واقف ولقى ريكي جاله علشان يتكلم معاه، ولسه شيو بيطلع سيفه استخدم ريكي قوته ورجع السيف لجرابه تاني وقال له انه جاي له يتكلم معاه علشان يخليه في القمة، وطلب منه يفكر تاني في كلامه وسابه واختفى. وكانت تشانج ويورونج لسه ماشيين ولقوا عباية سودا لبسوها علشان تدفيهم ويكملوا طريقهم وهم بيدوروا على أكل، فلقوا بيت موجود جوه الجبل، وبمجرد ما قربوا منه وقع عليهم حبال كتفتهم وخرج من البيت طفل صغير وكان متعصب جدا وفاكرهم حرامية، واخدهم ودخل بيهم جوه بيته. ولاحظوا ان عنده فرن كبير بيستخدمه في تصنيع الادويه، وقال لهم انه ماهر جدا في تصنيع الادويه، وورى لهم الحبوب اللي مصنعها بنفسه، وقال لهم ان دايما الناس بتجيله من كل مكان في العالم علشان الادويه بتاعته، وعشان كده هو مجهز فخ الحبال لاي حد يقرب منه علشان يحمي نفسه. ولما اتاكد انهم طيبين ومش حراميه ومش ناويين يؤذوه فك الحبال اللي مكتفاهم. وقامت يورونج حضرت اكل وقدمت منه للولد علشان ياكل، بس هو رفض وقال لها
لها إنه كبير ويقدر يعتني بنفسه وحتى بيقدر يغير شكله، وقام يستعرض قوته قدامهم وتحول لفرن عملاق. وقبل ما يرجع تاني للشكل البشري كان تشانج عمل تعويذة عليه حبسه في شكل الفرن، وفضل الولد يصرخ ويترجاه إنه يسيبه يرجع تاني ولد صغير. بس تشانج أخد الفرن ودخله البيت ونام جنبه من كتر التعب، ولما صحي لقى النار والعة وكانت هتحرق المكان كله فطفاها بسرعة. ودخلت يورونج تشوف في ايه، فقال لها انه ما شمش ريحة الحريق ولا حس بحرارته خالص، وده معناه انه فقد حاسة الشم والاحساس كمان، وغالبا قريب هيفقد كل الحواس. وطلب منها تسيبه لوحده يرتاح شوية، فسابته وخرجت وقعدت تتدرب. وجالها شيو وقال لها انه ممكن تعالج تشانج بدم العنقاء. واول ما سمع تشانج صوته خرج له، وكان عارف ان اي كلام هيقوله هيكون كذب وعبارة عن خدعة وفخ من عشيرة الشياطين، لانه بقى واحد منهم. واتهموه هو ورونج كمان انه قتل واحد من طلاب الأكاديمية، فقال لهم إنهم بيفتروا عليه، ولو كل الدنيا ظلمته ما يقدرش يتحمل ظلمهم ليه، ويطلع سيفه. كان عايز يقتل نفسه بس مسكوا إيده بسرعة ومنعوه ورجعوا تاني يثقوا فيه. وجربت يورونج طريقته وبدأت تخرج قطرات دم من دمها وخزنته في علبة وحطته على الحجر، ودخلت البيت علشان تشرب. ولما خرجت لقت البنت التنين ماسكة العلبة وبتشرب الدم، فحبستها جوه بلورة. بس البنت التنين اختفت بسرعة وهربت منها. وبعد ما مشيوا رجع لعقله تاني وراح ليورونج وطلب منها ما تضحيش بحياتها، وفهمها ان تبرعها بالدم بالشكل ده هيبقى خطر على حياتها. فقالت له انها ما حبتش حد في حياتها غير تشانج، ويعتبر حب من وقت الطفولة، ولو في حاجة ممكن تنقذ حياته هتعملها حتى لو المقابل انها تخسر حياتها. وسابته ومشيت وهو من حزنه وقف يعيط. وبعد شوية خرج لتشانج وسأله عن خريطة النجوم، فقال له تشانج انها اتدمرت في قبر تيانج، لكن هو فاكر الأنماط كويس جدا ومستني يرجع المدينة علشان يطمن على أصحابه ويجرب تاني، لأنه حاسس إن دماغه مشغولة من الخوف، ولو اطمن هيقدر يعمل كل حاجة بسهولة. وفعلا أصحابه كانوا في خطر، وخصوصا باي وتيان اللي خرجوا يدوروا عليهم، فهاجمهم الشيطان وكانوا هيموتوهم لولا إن باي اتصرفت وقتلتهم بسلاحها وأخدها تيان وهرب بيها بسرعة من بوابة سحرية. وراحوا المكان تاني وبنشوف الملكة اللي كانت واقفة عند النجوم وقالت لمويو إنها عرفت مكان يورونج وتشانج وطلبت منها تروح تجيبهم. وكانت مويو سعيدة جدا وحطير من الفرحة لما عرفت ان يورونج بخير، وراحت قالت الخبر لتانج وقال لها ان مش لازم تروح لوحدها ابدا، او انه لازم يروح معاها لانه خايف عليها. وبنرجع تاني لتشانج اللي وقف يحاول هو والبنت التنين انه يكسر الحاجز اللي بيمنع خروج حد من المكان اللي هم فيه، لكنهم ما عرفوش. فقال لها تشانج انه مش هيسمح لنفسه انه يحبسها تاني، ورمى اليشم بتاعها بعيد على امل انه يعدي الحاجز، بس برضه اليشم ما عداش. وقالت له البنت التنين انها مش عايزة تسيبه اصلا لان ملهاش حد تاني غيره في الدنيا، بس هو سابها ومشي وهي وقفت تعيط وتترجاه انه ما يسيبهاش. ورجع للكهف وقعد مع يورونج يعزف على الآلة الموسيقية بتاعته، وهي كمان طلعت الآلة اللي كان مديها لها هدية لما كانوا صغيرين وعزفوا مع بعض. لكن فجأة سكت تشانج وبص ليورونج ولأنه فقد حاسة السمع كمان وما بقاش سامع حاجة خالص، وشايف يورونج بتتكلم وشفايفها بتتحرك قدامه بس مش سامع منها ولا كلمة واحدة. والغريب انه كان سامع صوت الولد الصغير من الفرن بس، وفهم انه مش هيقدر يسمع بودانه وانه بس سامع الولد لانه بيتكلم بروحه جوه عقلهم. وفضل واقف مصدوم ومش بيتكلم، وحرر الولد من الفرن وراح مع يورونج وشيو يدوروا على طريقة يكسروا بيها الحاجز ويخرجوا من المكان. وفضلوا يستخدموا سلاحهم ويجربوا لكن من غير فايدة. وقعدت تشانج يمارس تمارين التأمل ويركز طاقته الداخلية لحد ما يكسر بيها الحاجز. وبعد شوية خرج الولد الصغير يتمشى في المكان، فلقى يشم التنين واقع في الأرض، فأخده وحاول يعرف ده إيه. فخرجته البنت التنين واتصاحبت عليه، واستغل شيو إنه كله مشغول ومحدش مركز معاه، وراح قابل ملك الشياطين وقال له إنه خريطة النجوم موجودة جوه عقل تشانج وبس، ومش عارف ممكن يعرفها منه إزاي. فحط له ملك الشياطين خطة علشان تشانج يرجع يثق فيه من تاني ويقول له على الخريطة. وفعلا رجع شو لتشانج وبدأ ينفذ خطته، وهي ظهور ملك الشياطين ليه. وهاجمه فجأة شيو ووقف قدامه وهو رافع سيفه في وش ملك الشياطين. وعارف ملك الشياطين إن تشانج فقد حواسه وبقى مش سامعهم، فاتكلم مع شيو براحته وقتلوا بعض هما الاتنين لحد ما يورونج هي
كمان جت وشافتهم وضرب ملك الشياطين شيو. والحقيقة ان تمثيلهم كان مقنع جدا وقدر يخدع تشانج ويورونج. وقالت شانج ليورونج ان شيو رجع تاني انسان طيب وانه سامحه على كل غلطاته القديمة ونسي انه كان عايز يقتله قبل كده. وللأسف ما فهمش ان دي خطة الشياطين ومش بس عليه لكن كمان على اصحابه اللي اتجمعوا حواليهم. ولما هاجمهم باي وتيان هرب الشياطين منهم. اما شيو فقال لتشانج انه عايز يساعده وطلب منه يقول له خريطة النجوم علشان يحاول ينقذه. وطلع يشم شيطان اداهوله ملك الشياطين وطلب منه يمسكه وهو هيسجل ذاكرته عليه. فصدقوا تشانج وقع في الفخ ده بمنتهى السذاجة وسجل كل ذكرياته في اليشم وضعف جدا بعدها وفقد وعيه. فقعدت يورونج تحضر حبوب علاجية لتشانج. ولما البنت التنين عرفت اللي حصل لتشانج طلبت من الولد انه يحط له اليشم في جيبه. فعمل كده الولد وخرجت البنت التنين ومدته بجزء من قوتها الروحية على بال ما يورونج تخلص الحبوب اللي بتصنعها لانها اتأخرت في تحضيرها بسبب ان قوتها الروحية ضعفت. فساعدها شيو واخيرا خلصوها بس حط لها جزء من قهوة الشياطين من غير ما يورونج تشوفه ولا تاخد بالها منه. واول ما تشانج اخد الحبوب فاق على طول واخدوه وقعدوا هما الثلاثه يتدربوا. ومش هما لوحدهم اللي كانوا بيتدربوا لكن اصحابه الثلاثه هما اللي كمان كانوا بيتدربوا وحاولوا انهم يكسروا الحاجز النجمي وساعدتهم كمان البنت التنين لحد ما أخيرا نجحوا. بس تشانج كان خلاص مش قادر يستحمل والألم زاد ووصل لقلبه. وانتهز الشياطين فرصة التعب دي وقرروا إنهم يهجموا عليهم. فهربت باي وأصحابها واختفوا في بوابة سحرية وهم بيهربوا اتكعبلوا ووقعوا فقاموا وقعدوا يتخانقوا ولقوا الشياطين قدامهم وبيقتلوهم. ولحسن الحظ إن يورونج راحت لهم وساعدتهم ونجحت إنها تقضي على كل الشياطين. وكان شيو هو كمان واقف ضد ملك الشياطين ورفض يديله يشم الذاكرة اللي متسجل عليه خريطة النجوم. فسيطر ملك الشياطين على عقله وخلاه يسلمه له بالعافية واداله خاتم وطلب منه يتفرج على اللي متسجل عليه. وكان عبارة عن فيديو لذكرى قتل طالب الأكاديمية وسابه ومشي. وراح للمساعدة بتاعته وطلب يشم الذاكرة علشان يشوف خريطة النجوم لكنهم اكتشفوا انها خريطة مزيفة. وتشانج خدعهم كلهم وطلع تشانج ذكي على عكس ما كانوا متخيلين. وحكى الباي والباقيين على الخدعة اللي عملها ففرحوا بيه جدا. وقالت له جان ان شيو قتل واحد من طلاب الأكاديمية فحمد ربنا انه ما وثقش فيه. وراح بعد كده قابل يورونج وقال لها انه لازم تاخد حذرها من شيو لانه خاين وقاتل. ولما دخل تشانج قابل الملكة لقى شيو قائد الأكاديمية الكبيرة بيتهموه انه قتل الطالب اللي شيو قتله. فدخلت جيان واعترفت بالحقيقة اللي شافتها ودفعت على تشانج لكن شيو أصر على رأيه واتهامه وقال ان معاه الدليل وهو حلقة ذاكرة للحظة موت الضحية. وفعلا عرض الذاكرة وطلع منها روح الطالب الضحية وقال ان تشانج هو اللي قتله. وطبعا دي كانت حيلة من الشياطين بس لا الملكة ولا الموجودين هيفهموا كده. وحاولت يورونج وكمان جيان انهم يقنعوها بالحقيقة. فتدخل شيو في الكلام وقال لها ان اصلا تشيانج جواه بذرة شيطانية وطلع بودرة رشها حواليه فتفاعلت البودرة مع جسمه. وطبعا ده حصل بسبب البذرة الشيطانية اللي حطها له شيو في الحبوب العلاجية من غير ما حد يشوفه. وطلع كان عامل كده متعمد علشان يثبت للكل انه خاين ويورطه. وطبعا اعتبرت الملكة تشانج انه خاين وجاسوس لعشرة الشياطين. ده غير ان جسمه بقى ضعيف جدا لدرجة انه ما كانش قادر يقف على رجله وكان هيفقد وعيه. كل ندى بموته من كتر الألم اللي كان حاسس بيه وتشويش طاقة الشيطان اللي جواه صرخ في الكل علشان يسكتوا ووقع على الأرض مغمى عليه. ومسك رئيس الأكاديمية إيده علشان يفوقه فاكتشف انه فقد حواسه كلها. واستسمح الملكة بانها تسمح بعلاجه فرفضت وتم نقله في مكان للعلاج شبه الزنزانة وتم ربط جسمه بالسلاسل. وفضلت يورونج تتحايل على الملكة انها ترحمه لانه مريض. ولما لقيتها مش مقتنعة خالص قالت لها ان خريطة النجوم جوه عقله ومحدش يعرفها غيره ولو مات فخلاص الخريطة هتموت معاه وعشان كده لازم يحافظوا على حياته. فقالت لها الملكة إنها مش لازم تبقى عامية للدرجة دي وتتجاهل كل الأدلة والكلام المنطقي. بس يورونج افتكرت نظرته ليها وهو بيترجاها إنها تصدقه قبل ما يفقد وعيه. وقالت للملكة إنها مش هتتخلى عنه وهتروح تنقذه. فوقفتها الملكة وادت لها يشم ذهبي علشان تقدر تزوره وقت ما تحب وسابتها تخرج. وكانت مويو قاعدة مع رئيس الأكاديمية وأكدت له إنها حاسة إن تشانج بريء وإن شيو بيخدعهم كلهم ومتعاون مع الشياطين وبقى تابع ليهم. وقال لها
رئيس الأكاديمية إنه مش هيسكت وهيفضل ورا الحقيقة لحد ما يكتشفها، وفعلا جاله واحد تبعه وطلب منه إنه يحقق في الموضوع علشانه، وجاله الشخص ده قال له إن شيو على تواصل مع عشيرة الشياطين. وأول ما رئيس الطائفة سمع كده خرج لأنه حس إن حياة تشانج هتبقى في خطر، لأن شيو أكيد هيحاول يتخلص منه. وفعلا ده اللي كان حاصل، وشيو دخل لتشانج وقال له إنه هو اللي اضطر إنه يعمل كده، لأن لولا وجوده كان زمان يورونج بتحبه وهتتجوزه. وقرب منه علشان يخنقه ويقتله، لقى يورونج وصلت فاتخض وقام بسرعة وسابها مع تشانج وخرج. ولما قربت يورونج من تشانج لقت أثر الخنقة على رقبته، وتأكدت إن شيو هو اللي عمل كده، وقعدت جنبه وحاولت تفوقه، وفضلت تحكي له على ذكرياتهم، وقالت له إن أسعد أيام حياتها عاشتها معاه وعمرها ما نسيت اللي عمله علشانها زمان. بس تشانج كان تعبان جدا ومش حاسس بأي حاجة في الحياة، وكأنه في عالم تاني خالص. أما شيو فرح قعد مع تيتيان لأنه عارف إنه بيكره تشانج وهو كمان عايز يخلص منه، وقعدوا هما الاتنين يتآمروا ضده. في الوقت ده كان أصحاب تشانج بيعملوا العكس وبيدوروا له على أي مخرج من المشكلة اللي هو فيها من مرضه والتهمة وكل حاجة. وكان معاهم الولد اللي اتعرفوا عليه في الجبل، وفضلوا يدوروا في الكتب على وصفات علاجية ووفرت لهم باقي كل الأعشاب اللي احتاجوها، وخلوا الولد يحولها لحبوب، وأخدتها يورونج علشان توصلها لتشانج. بس تيتيان كان سبقها على هناك وقعد جنبه وقال له إنه جاي له يقتله، وفضل يشتمه الأول وقال له إنه قليل قوي بالنسبة له، وطلع حباية سامة ولسه هيأكلها له لقى الحباية بتطير، وفضل يحاول يمسكها بس معرفش. وده لأن تانج وباي كانوا لابسين عبايات التخفي اللي تانج مصنعها، وفضلوا يضربوه لحد ما فقد وعيه. ودخلت يورونج ومعاها الحبوب العلاجية وادتها لتشانج، وقالت لهم إن تيتيان مش هينفع يفضل في الزنزانة علشان ما حدش يكتشف إن في حد ضربه ويقعوا في مشاكل. فسندوه وهم مخفيين وخرجوا بيه قدام الحراس كأنه هو اللي ماشي، وبعدوه عن المكان خالص وأخدوه معاهم في عربية. وفضلت هي جنب تشانج ولقت شيو جالها في الزنزانة وقال لها إنها لازم تتخلى عن تشانج لأنه هو اللي بيحبها، فوقفت تقاتله لحد ما وصل لتشانج علشان يقتله، فاكتشف إنه مش تشانج. وطلع تانج وباي هربوه وأخدوه هو معاهم في العربية، ولما اكتشفوا الموضوع الحراس قفلوا البوابة عليهم، وجا دور البنت التنين ظهرت أنقذتهم وبعدت عنهم كل أسهم الحراس وضربتهم كلهم ضربة واحدة، وفتحت لأصحاب تشانج البوابة بكل سهولة وخلتهم يهربوا. ولما الملكة عرفت اللي حصل راحت ليورونج الزنزانة وقالت لها إنها كسرت القواعد وبقت عدوتها. والمفاجأة إن يورونج كانت مستعدة للحظة دي وطلعت جناحاتها وقفت قتلتها وضربتها الملكة ووقعتها في الأرض، ووقفت يورونج وطلعت سلاحها وضربتها بيه. وكل ده كان شيو واقف مذهول وساكت خالص. وبرضه الملكة صدت أسهم يورونج بمنتهى السهولة وسحبت منها القوس بتاعها والسلسلة اللي اداها لها تشانج وهم صغيرين، ودخلت مويو تجري وساعدت يورونج علشان تقف. فقالت يورونج للكل إن شيو هو الجاسوس وتشانج مظلوم. فخرجت الملكة وسابتهم وطلبت من رئيس الأكاديمية جوجياو إنه يجيلها، وقعدت اتكلمت معاه وورت له السلسلة اللي أخدتها من يورونج. وأول ما شافها عرف إنها سلسلة الأمير، وهي قالت له إنها أول ما قعدت معاه حست إنه شبه الإمبراطور وهو صغير. والمفاجأة إن الملكة طلعت والدة تشانج، وهي إمبراطورة البشر، واللي بعد اللي حصل من هجوم الشياطين بقت إمبراطورة الوحوش وكمان البشر، وسيطرت على الإمبراطورية كلها بقوتها وظلمها. ولسه رئيس الأكاديمية بيبارك لها، قالت له إن تشانج فقد حواسه وبقى عايش ميت، وحتى لو فاق فيكرهها بعد اللي عملته معاه. وكان عندها حق لأن تشانج في غيبوبة، روحه في عالم تاني عايش فيه لوحده. وأخدوا أصحابه وفضلوا يهربوا بيه من مكان للتاني. وقعدت مويو مع يورونج في القصر وحاولت تقنعها إن اللي بتعمله ده غلط، لما لقيتها مصممة وبتقول إن في حاجة غلط من وقت ما أخدت تشانج الإكسير. وجابت الولد وسألته عن الحبوب العلاجية اللي عملتها فيه لما كان فرن، وطلبت منه يوري لها الغلط اللي حصل. أما الملكة فرحت وقفت قدام النجوم وهي منهارة، وسألت عن الجريمة اللي عملتها في حياتها اللي يخليها تضحي حياة ابنها مرتين وتعيش الألم مرتين. وبنرجع تاني لأصحاب تشانج اللي كانوا ماشيين به في الصحراء، وجالهم تيانان وبقى يحاربهم بآلة متقدمة جدا، وخلى مقاتلين من الرمال تهاجمهم. وفضل أصحاب تشانج يقتلوا وتشانج في عالم تاني خالص، وروحه كانت عمالة تتجول من مكان للتاني. فراح لبيت الجبل اللي كان عايش فيه مع المعلم، وبعدها لقى نفسه في مكان الفضاء اللي فيه النجوم من غير ما يعرف المكان عبارة عن ايه. وراح للمكان اللي فيه أصحابه وساعدهم في القتال وعطل الآلة السحرية وخلى كل المقاتلين يختفوا. وكانت يانان مش مصدق انه خسر تاني، وجرت بيه علشان تطمن على تشانج، فلقيته لسه فاقد وعيه وبقى يتواصل معاها روحيا، وهي الوحيدة اللي كان بيعمل معاها كده.
ففرحت إن مكانتها كبيرة عنده، ولقوا قوات مملكة الوحوش وصلوا لهم فأخدوهم وراحوا بهم على القصر، وأخدته باي على أوضتها وقعدته معاها علشان تعتني بيه. وكانت يورونج بتحضر حبوب لتشانج، فجا شيو وقعهم في الأرض وأخدهم ليه. والغريب إن يورونج طلعت غير ما كانت ظاهرة للكل، ووراها سر كبير هيغير مصير تشانج للأبد. وعشان نعرف السر ده لازم نتفرج على الحلقة الجاية والأخيرة من المسلسل.